انا هقفل بس الكومنتس قدامي علشان اقدر اركز في النهارده في تيرمز كتير هنتعرض ليها، في ارقام كتير وايكويشنز هنتعرض عليها. فعشان كده انا محتاج النهارده كل الناس تكون مركزه معايا، ومعلش هيبقى في ورق وقلم، علشان النهارده هيبقى في اكتر من حاجه هنعملها بايدينا، وهقف علشان تردوا عليا فيها في حته الاكسرسايز. يعني الاكسرسايز ده هيتعمل لايف، ده مش اساينمنت في البيت، ده اساينمنت معايا. ف... فالنهارده الناس تكون معاها ورقه وقلم او معاها آلة حاسبه، تكون مركزه معايا. الله يبارك لكم، النهارده سيشن مهمه هتبني عليها حاجات كتير قوي قدام. لو اي مصطلح النهارده وقع مننا، يبقى كتير من حاجات قدام هتقع مننا، فمهم جدا النهارده نركز. طيب، لما يجي نبدا النهارده في بسم الله، يعني نبدا على طول. هنبتدي النهارده بالفاونديشن. برضو معلش للناس الاكسبرتس اللي هم الكاريزما الكلام ده، لو هو مش عنده وقت ان هو يكمل النهارده ممكن يتكل على الله. بس فعلا النهارده في كلام ممكن يكون جديد بالنسبه لك، ممكن تسمع كده على استحياء لو كاريزمتك سامحه لك، لو مش هتسمح لك ممكن تتكل على الله. والناس اللي معانا يعني تستحملني، بس النهارده فعلا يوم قد يبدو سهل، بس هو سهل ممتنع، ناس كتير قوي مش بتتعرض له. فمهم جدا النهارده ان احنا نركز سوا. طيب، لما نيجي نتكلم النهارده هنتكلم عن ثلاث حاجات. السيشن بتاعتنا متقسمه لحاجتين، متقسمه لترمز ومتقسمه لميتريكس. طيب، الجزء بتاع الترم ده اللي هنتكلم عليه، وده اسهل جزء في السيشن النهارده. الترم متكون من ثلاث حاجات. هنتكلم عن الحاجات الاوبريشنال تيرمز، هنتكلم عن الادفرتايزنج ميثود، هنتكلم عن الادفرتايزنج فورماتس، ايه الحاجات فورماتس اللي اعلاننا بيظهر بيها، ايه الميثودز اللي ممكن نظهر بيها، او الطرق او الاكتيفيتي اللي ممكن نعملها للاعلانات بتاعتنا. وكمان هنتعرض للاوبريشنال تيرمز اللي موجوده في الاي كوميرس بشكل عام. طيب، خلينا كده على طول نبدا علشان ما نعطلش في حاجه. طيب، فالنهارده زي ما قلت لكم الترمز هتتكون من ثلاثه. هنتكلم عن اوبريشنال، هنشوف ايه الميثودز او الاكتيفيتي اللي ممكن نشتغل عليها، وهنشوف كمان الفورماتس اللي ممكن نستخدمها في الاعلانات بتاعتنا. ده مهم ليه؟ مهم جدا واحنا بنكوميونيكيت مع في الشركه عندنا، او بنكوميونيكيت مع الموظفين اللي احنا هنشغلهم معانا او بيشتغلوا معانا جوه الشركه بتاعتنا. طيب، اكتب واحد. تمام زي الفل. تمام زي الفل ماشي. طيب، لما نيجي النهارده هنتكلم عن الاوبريشنال تيرمز بتاعتنا، هنلاقي اول تيرم مهم جدا، مهم والناس ممكن تكون سمعته قبل كده، هي فكره انفنتوري مانجمنت. انفنتوري مانجمنت دي مقصود بيها ان انت تمانج وتوفر سيز الستوك والانفنتوري ليفل. انت عندك قد ايه في المخزن، عندك بضاعه قد ايه في المخزن، المخزن بتاعك مساحته قد ايه، كل الكلام ده كمانجمنت. مساحه المخزن، بيبان المخزن، لو انت اشتغلت اي ار بي قبل كده، اشتغلت على الاي ار بي سيستم، او لو تعرف فكره ان انت ازاي تمانج انفنتوري، فانت عارف ان انت المخزن لازم تحدد عدد الشلفات، عدد الحاجات اللي موجوده جواه، البيبان بتاعته. المخزن بيتحط الحاجات براه على مرتين ولا على مره واحده لو انت بتحمل عربيات. فدي حاجات تفاصيل كتيره جدا المفروض تبقى اوير بيها، علشان ساعات بعض المنتجات بتتاخر عن المخزن بتاعك، او بتتاخر في ان هي تطلع من المخزن لو انت مش عارف شكل المخزن بتاعك او بتمانج المخزن. فدي مشكله كبيره ممكن تليد معاك ل ديلي في الشغل بتاعك. طيب، تاني مصطلح مهم جدا الا وهو الفولفيلمنت. الفولفيلمنت هنا مقصود بيه ايه؟ ان انت تكمبليت الاوردر وتشيب الاوردر للكاستمرز. يعني الفولفيلمنت ده من ساعه ما الاوردر يتعمل لحد ما الاوردر يوصل للشخص، او يوصل للزبون او الكاستمر اللي طالب الاوردر ده، دي اسمها فولفيلمنت. فالفولفيلمنت هنا الراجل طلب، فالاوردر بيروح للمخزن او بيروح لشركه الشحن، تبتدي تعمل الباكجينج، وبعد كده ينزل من على الرف بتاعه، وبعد كده يتعمل له باكجينج ويروح يوصل للراجل اللي طلب الاوردر. ده اسمها فولفيلمنت. فالفولفيلمنت هنا مقصود بيها هي عمليه ان انت الكومبليتنج والشيبنج للاوردرز للكاستمرز. فدي نقطه مهمه جدا عشان نفهم كلمه فولفيلمنت دي، لانها تهمنا كتير قوي واحنا بنتكلم قدام. طيب، في حاجه تانية اسمها سبلاي تشين مانجمنت. سبلاي تشين اللي هي سلسله الموارد او الامدادات. دي باللغه العربيه معناها ببساطه ان انت بتمانج الفلو بتاع الخدمه بتاعتك او المنتج بتاعك. من تمانج الفلو ده بمعناها ان انت مثلا، على سبيل المثال لو انت بتتكلم عن بطاطس فارم فريتز، فانت السبلاي تشين بتاع البطاطس، ان زراعه البطاطس نفسها، ان هي تطلع وتتحمل على العربيات، وبعد كده تروح تتغسل وتتقشر، وبعد كده تتقطع، وبعد كده تتغلف، دي اسمها سبلاي تشين. دي سلسله الامداد والتوريد بتاع البطاطس.
فsupply chain مهم جدا ان انت مثلا لو انت بتتكلم عن منتج جاي من الصين، فالسبلاي تشين بتاعه هو شراؤه من الصين، تخزينه وشحنه من الصين، نزوله في البتاع، تخليصه جمركيا، ان هو يوصل الجمارك هنا، ان انت تخلصه وتوديه المخزن بتاعك. دي اسمها سبلاي تشين مانجمنت. لازم تبقى عارف ان دي فلو، والفلو دي فيها عناصر كتيره قوي. زي ما قلت لكم انا ممل جدا في حته المابنج اوت، ان انا بحب لو هنتكلم عن بروسيس معينه تعالى نماب اوت البروسيس دي علشان نعرف مين اللي بيتعرض للبروسيس دي، علشان نعرف بعد كده نحاسب مين او نتكلم مع مين لو احنا واجهنا مشكله او لو احنا عايزين ننجز حاجه معينه في الفلو. فمهم جدا ان احنا نفهم ده. فالسبلاي تشين مانجمنت ان انت تمانج الفلو بتاع البضاعه بتاعتك او بتاع الخدمه اللي انت بتقدمها. طيب حاجه تانية، حاجه اسمها برودكت لايف سايكل مانجمنت، ودي ببساطه شديده ان انت تمانج البرودكت جيرني من اول الكونسبشن لحد الديسبوزل. بمعنى ان انت مثلا على سبيل المثال انا فري تو ليد، ان انا كنت فكرت في فكره ان انا اعمل ملخصات كتب، فجبت الكتب الاجنبيه، بدانا نلخصها ونترجمها، وبعد كده بدانا نطبعها، وبعد كده نصممها، وبعد كده نطبعها، وبعد كده عملناها تسجيل صوت عشان تنزل على الابلكيشن. فدي اسمها برودكت لايف سايكل مانجمنت، ان انا بمانج البرودكت من ساعه ما كان فكره في دماغي لغايه لما بدا يتباع في السوق ويبقى حاجه الناس ماسكاها بايديها. فدي اسمها برودكت لايف سايكل مانجمنت. طيب كل اللي فات ده عادي، ممكن كلام عام نتعرض له، ممكن ما نتعرضلوش بحكم شغلنا او بحكم الرول بتاعتنا. بس هنبتدي نتكلم مثلا عن كلمه اس كيو. اس كيو ده بيتقال عليه اليونيك ايدنتيفاير، بمعنى ده الاسم زي مثلا ايه، البصمه بتاعه صباعك، دي بصمه بتاع صباعك ما بتتكررش. فهي بالظبط كده الاس كيو هي اليونيك ايدنتيفاير بتاع اي منتج في الدنيا. فمثلا لو اس كيو ده انت عندك منتج مثلا بيبيع موبايل ايفون، فالايفون بتاعك غير الايفون بتاع ابل. ليه؟ لان انت عندك اس كيو متسجل على اسم الستور، على البلد، على مش عارف ايه، مختلف عن اللي موجود في ابل. بس في الاخر هو نفس المنتج، بس الاس كيو او نفس البرودكت، بس الاس كيو مختلف على حسب بلد البيع او المورد بتاعه اللي بيبيع الحاجه دي. فالاس كيو بيبقى حاجه يونيك، كل واحد بشكل شخصي او كل اونر او كل ستور مانجر او كل اي كوميرس مانجر بيعمل الاس كيو بناء على ايه البريفرنسز بتاعته، هو شايفها ازاي او هو هيعرف يميزها ازاي بعد كده هو بيبيعها او هو بيشتريها. فالاس كيو دي بدل ما بيسمي اسم المنتج باسم معين، لا ده بيسميه بارقام او حروف علشان يميزه عن اي اس كيو تاني او اي منتج تاني موجود عنده في المخزن او موجود عنده في الفلو بتاعه. طيب عندنا كمان من ضمن الحاجات المهمه جدا الريتيرن مانجمنت. الريتيرن مانجمنت ده ان انت تهندل الريتيرنات اللي راجعه من المنتج بتاعك من الكاستمرز. بمعنى النهارده لو احنا بنتكلم عن منتج انت بعته، المنتج ما اتباعش وخلاص، لا المنتج ده ممكن يرجع خلال فتره زمنيه معينه، فرجوعه ده في حد ذاته ده ريتيرن انت لازم بتحسبه، انت لازم بتعمله مانج، انت لازم بترجعه في مكان تاني علشان بيتعاد شحنه بطريقه تانيه. وعلى حسب طريقه الناس في التعامل مع الريتيرن، في ناس مثلا مش بترجعها، في ناس بتديها للكاستمر عشان مثلا طول المسافه فممكن يدفع ريتيرن اكتر. ففكره ان الريتيرن لازم يتمانج بطريقه كويسه علشان انت ما تخسرش في البيزنس. ساعات ان الريتيرنات بتخسر البيزنس اكتر من ان انت تبيع، يعني انت ممكن تبيع كتير قوي بس انت ريتيرناتك عاليه فتخسر البيزنس بتاعك. فهنا الريتيرنات لازم يتعمل لها مانج، ولازم الحد يعمل لها زي ما اوفر سي كده كل الفلو بتاعها عشان يتاكد ان هو فعلا الريتيرن ده هيخسره ولا مش هيخسره، ولو رجع يخسره ولا ما رجعش هيخسره اكتر. فدي كلها حاجات بتتحسب علشان تتفهم. فالريتيرن مانجمنت ان انت تهندل الريتيرن بتاع المنتج بتاعك من الكاستمر لحد المخزن مره تانية. طيب عندنا كمان حاجه اسمها فيندور مانجمنت. فيندور مانجمنت هنا مقصود بيها ان انت تمانج العلاقه ما بين السبلاير، بينك وبين السبلاير وما بين الفيندور والكلام ده كله، ان انت تمانج الحاجات، البضاعه بتاعتك السورس بتاعها مين اللي بيقدمها لك، بيقدمها لك منين. فانت بقى عارف ان مثلا البضاعه الفلانيه او الكاتيجوري الفلاني بتجيبه من الصين من سبلاير معين او من مصنع معين، او بتجيبه من السعوديه من مخزن معين او من مورد معين، بتجيبه من مصر من مصنع معين او مورد معين. فانت عارف علاقتك بالموردين، عامل كده زي فكره علاقتك بالكاستمر بتوعك، لا ده انت علاقتك بالموردين بتوعك او من السبلايرز بتوعك. طيب عندك ديماند فوركاست. ديماند فوركاست بيتقال عليها فكره ان انت بتبريدكت او بتتوقع الديماند او الطلب على المنتج بتاعك. طيب ديماند فوركاست بتتقال برضو في مصطلح كده لو حد اتعرض لحته الاي كوميرس بشكل ادفانسد شويه، حاجه اسمها دي او اتش، دي دايز اون هاندز، اللي هي فكره ايه؟ النهارده مثلا على سبيل المثال انا عندي 50 حته في المخزن بتاعي، 50 حته من منتج معين.
طيب أنا بيطلع عندي يوميًا من المنتج ده 10 أوردرات، فأنا كده الdays on hands بتاعتي 5 أيام، ليه؟ لأن أنا 5 أيام والمخزن بتاعي هيفضى من المنتج ده، ليه؟ لأن المنتج ده أنا باطلّع منه 10 قطع في اليوم، وأنا كل اللي عندي 50 قطعة، فاللي هيطلع day on hands بتاعتي معايا 5 أيام في إيدي هم دول اللي أقدر أطلّع فيهم منتج، إلا طبعًا في الحالات العادية، إلا لو حصل spike إن مثلًا بدأ يطلع 20 بيطلع 30 فكده الday on hands بتاعتي هتقل ليوم ونُص أو يومين على حسب الdemand أو الspike اللي حصل على المنتج بتاعي. طيب demand forecast إن أنا باتوقع كل اللي هيحصل على المنتج ده من طلب الcustomer والinventory أو الreplenishment بتاعي، اللي هو فكرة طب أنا المنتج ده هيطلع هاجيب مكانه والّا مش هاجيب؟ طب ده أنا تعبت جدًا فإن أنا أطلّعه فمش هاجيب منه تاني هابدّله بمنتج تاني، فالdemand forecast ده مهم جدًا وده يعتبر عصب أو الbackbone بتاع الشغل بتاع الe-commerce إن أنا هاحسب فعلًا forecast مضبوط علشان ما اجيبش بضاعة أنا ألبسها في الآخر ما أقدرش أعمل لها liquidate وتبقى dead stock بالنسبة لي، فأنا ما أقدرش أطلّعها بعد كده. فالdemand forecast مهم جدًا إن أنا يتحدد مضبوط واللي يعمله بناءً على analysis زي ما هاوريكم دلوقتي في حاجات budget معيّنة بتتصرف على الanalysis دي علشان أقدر أعمل demand forecast مضبوط أبني عليه الشركة عندي. كويس. عندي كمان حاجة اسمها customer relationship management اللي هي CRM ودي معروفة إن أنت تمانج الcustomers بتوعك وتمانج الinteractions بتاعتهم بروفايلاتهم بكل الكلام ده، إن أنت عندك اسم الcustomer، عندك عنوانه، عندك رقم تليفونه، عندك إيميله، تقدر تcommunicate معاه إزاي، آخر مرة هو كلمك إمتى، آخر مرة أنت كلمته إمتى، الراجل ده كان طلب إيه، طلبه كام مرة، كل دي مهمة جدًا إنه يتحط في database علشان يبقى CRM تقدر أنت ترجع له وتقدر كمان الموظفين عندك يرجعوا له ويبقى بالنسبه لك داتابيز ترجع لها بعد كده. فالكاستمر ريليشن مانجمنت او السي ار ام مهم جدا لاي بزنس شغال في الاي كوميرس علشان الداتا العملاء يقدر يعمل لها سيجمنتيشن بطريقه معينه او يتعامل عليها بشكل او باخر قدام بعدين، وهذا هنتكلم عليه ليتر اون برضو في ازاي نتعامل مع الاودينس او نتعامل مع الكاستمر بشكل عام. طيب لما نيجي نتكلم عن advertising methods هنلاقي اكتر من طريقه نقدر نعمل بيها اعلانات. فعندنا مثلا حاجه اسمها الباي بير كليك. الباي بير كليك هنا مقصود بيها ايه؟ ان انت بتدفع فلوس معينه مقابل الكليك اللي بيحصل على الاعلان بتاعك ببساطه شديده. مش هنتكلم دلوقتي عن اي تفاصيل، انا بتكلم عن تيرمز بشكل استراتيجيك وبعد كده هنبريك داون وننزل. طيب عندنا بعد كده السيرش انجن ماركتنج اللي هي ايه؟ ان انت بتعمل اعلانات عشان تظهر في نتائج بحث بتاعه السيرش انجنز اللي هي محركات البحث، يعني اعلانك يظهر في محركات البحث لما حد يدور، او لو حد عنده انترست او بيهيفير بشكل او باخر فانت بتارجته على محركات من محركات البحث. طيب عندنا كمان السيرش انجن اوبتمايزيشن اللي هي بتعمل اكتيفيتي بشكل اورجانيك علشان تظهر في نتائج محركات البحث برضه. طيب عندنا كمان الكونتنت ماركتنج، الكونتنت اللي انت بتكتبه علشان تاتراكت بيه الناس والناس تانجيج معاه وتوصل لك برضو عن طريق الكونتنت اللي بتكتبه على المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. طيب عندنا كمان الميل ماركتنج ان انت تبعت ايميلات للناس عشان تعرفها بالمنتجات بتاعتك او خدماتك او اي حاجه انت بتقدمها. عندنا كمان النيتيف اد ان انت تبلند الكونتنت بتاعك او المنتجات بتاعتك مع مواقع بتقدم محتوى بيساوي او قريب من المحتوى اللي انت بتقدمه او المنتجات اللي انت بتقدمها، ودي برضه هنتكلم عنها بالتفصيل قدام. طيب عندنا بروجراماتيك ادز ان انت بتشتري او بتبيع اد سبيسز معينه بشكل اوتوماتيك وبرضه هنتكلم عنها بشكل تفصيلي قدام، ده نوع من انواع الادفرتايزنج. عندنا الانفلونسر ماركتنج ان انت تشوف حد مؤثر في حاجه معينه وبتجيبه يتكلم عن المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. عندك البرودكت ليست، برودكت ليستنج ادز اللي هي فكره ان انت تعمل اعلان للمنتج بتاعك فيظهر على محركات البحث او يظهر بشكل كانه منتج بسعره لو عليه تخفيض او اي حاجه فبيظهر بشكله كانه بدل ما يبقى جوه الويب سايت يبقى بره الويب سايت عادي. عندك البودكاست ان انت تروح لحد بيعمل بودكاست معين وتطلب منه انه يعمل اعلان ليه او يتكلم عن المنتج بتاعك. عندك التشات بوت باستخدامه، عندك الاس ام اس، كل دي انتر اكشنز وانجيجمنت تولز تقدر تستخدمها في ان انت تعلن عن المنتجات بتاعتك او الخدمات اللي انت بتقدمها. طيب زي ما قلت لكم انا النهارده بتكلم في النص الاولاني بيزك، النص الثاني هيبقى تقيل شويه فمعلش استحملوني في النص ده عشان برضه نسيت ريفرنس تقدر الناس ترجع لها بعد كده. النهارده لو حد فكر ايه عايز يعرف ترم معين ما يدورش فيه على جوجل، لا يرجع لاول السيشنز بتاعتنا هيلاقي كل التفاصيل دي موجوده، فمعلش استحملوني الحته دي لغايه دلوقتي. طيب لما يجي يتكلم بقى على الفورماتس او شكل الاعلانات بتاعتنا فهي الاعلانات مش صوره وكلام بس، لا ده احنا عندنا تكست اد، عندنا ايمج اد،
عندنا فيديو ادز، عندنا بانر ادز، عندنا ريتش ميديا ادز، عندنا بوب اب وبوب اندر ادز، عندنا كاروسيل ادز. طيب كل دي انواع من انواع الاعلانات نقدر نظهر بيها. اجيب لك مثال يا يعقوب دلوقتي يا سفيان. طيب كل واحد من الاعلانات دي دلوقتي هوري لك شكلها المفروض ان هي بتظهر للناس، بتظهر لها بطريقه عامله ازاي. طيب لو رحنا للتكست اد، لو انت بتدور على جوجل بشكل او باخر هتلاقي التكست ظاهر لك بالمنظر ده، يا اما جوه جوجل او جوه ويب سايت على حسب بيظهر لك في انهي مكان، بس الاعلان بيظهر لك بديسكريبشن تحتيها، بتايتل، بديسكريبشن، بشويه حاجات صغيره سنيبت كده علشان يظهر لك الاعلان او يظهر لك الكونتنت بما يساوي اللي انت كنت بتدور عليه. فدي اسمها التكست اد، عاديه جدا. انت بتكتب تعريف عن المنتج، بتكتب تايتل عن المنتج بتاعك عشان الناس تقدر توصل له لو هي بتدور على المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. طيب الايمج ادز دي الصور العاديه او البانرز اللي احنا بنصممها عادي. نجيب ديزاينر، يا باشا احنا عندنا منتج الفلاني، تعالى اعمل لي عليه اعلان، فالراجل يروح جايب الفرشه بتاعته يبتدي يعمل لك الاعلان بتاعك. فده ديزاين عادي كانه ايمج اد او الايمج اد زي الناس ما بتقول عليه. طيب عندنا الفيديو اد، ان انت بتصمم فيديو او بتخرج فيديو عشان الفيديو ده يتم اظهاره بشكل، اذا كان يوتيوب او فيسبوك او تيك توك او اي حاجه او اي ميديا من الميديمز دي، علشان اعلانك يظهر بشكل فيديو ما يظهرش بشكل تكست او صور يعني. عندنا البانر اد، ان انت بتعمل مقاسات معينه للويب سايتس علشان يظهر فيها الاعلان بتاعك بشكل جوه المحتوى بتاع الويب سايتس او البلوجز او اي حاجه انت بتروح عليها او اي ويب سايت انت بتروح عليه. فده شكل البانر اد. طيب عندنا ريتش اد. ريتش اد هنا مقصود بيها هي الانتر اكتيف ادز، بمعنى ان هي تقدر تانتراكت معاها او اليوزر ينتراكت معاها، ان هو يدوس كليك او ان هو يلعب لعبه معينه. ساعات بتلاقوا مثلا في حاجه كده بتظهر اوفر سكرين كده ويقول لك تحب تلعب اللعبه، فانت تلعب فتلاقيها بتلعب معاك، بس اول ما تخسر يعمل ايه؟ يروح يقول لك تعالى اعمل داونلود للابلكيشن بتاعنا. دي اسمها ريتش ادز، اللي هي فكره ان انا لازم اليوزر ينتراكت معايا، او مثلا بيسبن حاجه مثلا جوه ابلكيشن علشان في الاخر انت توصله لحاجه ثانيه. فده ريتش اد مقصود بيها ان انت انتر اكتيف اد، الناس بتتفاعل معاه علشان يوديها لحاجه ثانيه. طيب عندنا البوب اب وعندنا بوب اندر، دي الحاجات بتاعه الويب سايت، ان انت مثلا تلاقي حاجه بتسكيل اب، حاجه بتيجي عند الاكزit، حاجه بتيجي مره واحده اول ما تخش الويب سايت، حاجه بتيجي لما بتسكرول داون. كل دي حاجات ليها علاقه بالبوب اب او البوب اندر ادز، دي الحاجات اللي بتظهر على الويب سايتس برضه. عندنا كمان الكاروسيل، فكره ان انت بتعمل كورز بشكل معينه مكمله لبعض علشان في الاخر تظهر بشكل زي ما انتم شايفين منتجات، بتلست منتجات او صوره معينه او رساله معينه عايز توصلها بشكل او باخر عشان تظهر. دي اسمها كاروسيل او الكروت. طيب عندنا كمان البرودكت ليستنج اد، زي ما يعقوبي قال، فعلا هي عامله زي جوجل شوبينج، اللي هي فكره ان انت الاعلان بتاعك او المنتج بتاعك بيظهر بتفاصيله بالسعر بتاعه بكل حاجه على جوجل، كانه منتج جوه الويب سايت بتاعك، كانه عامل لك ليستنج جوه الويب سايت بتاعك. حلو جدا. طيب ده ببساطه شديده الحته بتاعه الترمز الاولانيه اللي انا كنت عايز اركز عليها. احنا دلوقتي هنتكلم عن ترمز، والترمز اللي هنتكلم عليها او المتركس اللي هنتكلم عليها هجيب مثال لكل مترك. ركزوا معايا في اللي انا هقوله ده. انا هجيب شويه مترك، والمتركس دي هجيب عليها شويه امثله وامثله محلوله، وبعد كده هنقف وقفه اسالكم وانتوا تجاوبوا على الامثله دي. طيب بالظبط يا محمد حمدي، اللي فاتت كانت ميرشنت زنت. طيب لما نيجي نتكلم عن الماركتنج بادجت، ما هي الماركتنج بادجت دي؟ الماركتنج بادجت او البادجت اللي انت بتحطها او بتعمل لها الوكيت علشان تصرف بيها خلال فتره زمنيه معينه، طبعا عشان تصرف بيها على البروموشنز بتاعتك، على اعلاناتك. كويس. في سؤال، السؤال ده اللي هو تقريبا مفيش حد في الكون ما بيسالوش، فكره طب انا لو عندي النهارده بيزنس بيقوم او انا بيزنس بشكل او باخر، ايه الماركتنج بادجت اللي المفروض احطها لو انا بعمل بلان؟ ايه اللي المفروض اعمله النهارده في البلان بتاعتي؟ ايه البادجت اللي احطها؟ فطبعا الناس اختلفت، بيضه ولا الفرخه. الراجل بيقول لك التارجتس الاول فانت تحط عليها ماركتنج بادجت، ولا انت تحط له ماركتنج بادجت وتحط له فوركاست فالراجل يقول لك اه تمام ولا مش تمام. هنا المعضله اللي دايما كل الناس بتعطل عنها. طيب عشان ما نعطلش انا جبت لكم برضو زي ما قلت لكم، لو انتم فاكرين رول من ضمن الرولز بتاعتنا، مفيش حاجه في اللي احنا بنقوله ده ستاندر. ليه؟ لان كل حاجه نسبيه، بتتغير من شركه لتانيه، بتتغير من مكان لمكان، بتتغير من ناس لناس، بتتغير من بلد لبلد، فمفيش حاجه اسمها ستاندر. فما حدش النهارده يقول لي ده ريفرنس او ده ستاندر نقدر نمشي عليه، لا، بس ده بنش مارك. نقدر نقول بنش مارك. بنش مارك بمعنى ان انا حاجه ابص عليها، اقدر احط فوقيها، اقدر احط تحتها، بس في الاخر انا عندي انديكيتور بيقول لي انا امشي ازاي او ايه الدايركشن بتاعي. طيب
لما نيجي نتكلم عن ماركتنج بادجت او البادجت بتاعه الاعلانات او الادفرتايزنج بتاعتنا، فاحنا انا بقسمها، او انا لقيتها يعني متقسمه لثلاث حاجات او اربع حاجات. عندنا السمول ميديوم، فده الناس بتقول لك والله احنا بنصرف تقريبا من 7% ل 12% على الادفرتايزنج بتاعنا او الماركتنج بادجت بتاعتنا. طيب هتلاقي ناس تانية بتقول لك والله لا، الشركات الكبيره بتصرف من 5 ل 8% من الريفينيو بتاعها على الماركتنج بادجت. في ناس تانية تقول لك لا، احنا ستارت اب وعايزين جروث وبتاع وعايزين اكسبوننشال جروث وبتاع، فاحنا 20% من الريفينيو بتاع الشركه بيروح للماركتنج او الادفرتايزنج بادجت بتاعتنا. فدي كلها اراء، وكل دي كلمات ينفع نمشي عليها ويمكن ما ينفعش عليها، بس في الاخر زي ما قلت لكم دي ستاندرد. عشان الستاندرد دي انا لغيتها في اول محاضره، فمش هينفع اقول ستاندرد. ده بنش مارك نقدر نرجع له علشان نقول والله انا ماشي صح ولا ماشي غلط. لما حد مثلا كلمني يقول له والله يا باشا الشركات العالميه بتعمل ايه، بتعمل كذا، انت عايز ده تمام، مش عايز ده قول لي التارجتس بتاعتك وانا احط لك ماركتنج بادجت بتاعتي. فهي نمشيها بالعكس، لو هو ما اقتنعش بكلامك مشيها بالعكس، بس هي في الاخر نقدر نقول ده بنش مارك نقدر نبني عليه. طيب في شركات تانية بتقول لك لا والله انا ما بدفعش ماركتنج بادجت، انا ممكن ادفع اقل من ماركتنج بادجت واركز اكتر على فكره ان انا اركز على الناس الكاستمرز اصلا عندي، اعمل ريتنشن، اشتغل على السي ار ام والاوتوميشن عندي من غير ما ادفع ماركتنج بادجت. وهقول لكم ازاي دي ما تتحسبش ماركتنج بادجت، تتحسب من تكنولوجي بادجت او انفراستراكشر بادجت، هنعرف دلوقتي. طيب عندنا كمان بادجت اسمها هيومن ريسورس بادجت، دي من ضمن البادجتس اللي بتطلع كاي كوميرس ستور، بتطلع من عندك، ودي تقريبا من 20 ل 30%. طب دي فيها ايه؟ فيها والله مرتبات، فيها البنفيت، فيها التريننج لو هتدي لناس كورسات، فيها الديفلوبمنت لو انت هتديفلوب حاجه معينه. كل الكلام ده يعتبر تحت الهيومن ريسورس بادجت. اي حاجه لها علاقه بالناس او لها علاقه بتطوير الناس او لها علاقه بفلوس الناس ومستحقاتها، ده هيومن ريسورس بادجت. تقريبا قد ايه؟ من 30 ل 40 من 20 ل 30% في الاي كوميرس ستورز. طب لو انت بتتكلم عن ستارت اب، لا، ستارت اب بينفست اكتر في الناس، عشان كده تلاقوا الستارت اب مرتباتهم اعلى من اي مكان تاني، هتلاقوها من 40 ل 50%. طب لو احنا بنتكلم عن استابليشد بزنس وبزنس كبير، اي كوميرس كبير، لا هو هيرجع للطبيعي بتاعه، بيتكلم من 15 ل 25% من ريفينيو بتاعهم بيستخدموه في فكره الهيومن ريسورس بادجت. طيب لما نيجي نتكلم عن التكنولوجي والانفراستراكشر بادجت، هنلاقي ان دي الحته بتاعه التولز، الويب سايت، البلاتفورم، اي حاجه هم بيستخدموها جوه جوه الشركه عندهم كتكنولوجي او اجهزه كاي حاجه، دي البادجت بتاعتها. طيب لو احنا بنتكلم عن اي كوميرس بزنس، تقريبا من 5 ل 10% بيستخدموها للتكنولوجي بتاعهم، اذا كانت مثلا بلاتفورم او سي ام اس او اي حاجه من الحاجات دي. ولو احنا بنتكلم عن ستارت اب، فهم بينفستوا تقريبا لغايه 15% في حته التكنولوجي والكلام ده. وبعد كده الشركات الكبيره لا، بتنزل شويه من 3 ل 8%، عشان هم اوريدي ريفينيوز بتاعتهم كبيره، فالرقم ده اصلا هو صغير بس هو ارقام ضخمه يعني او كبيره في السوق. طيب طبعا محتاج اقول ان دي برضو البادجت دي بتبقى فليكسبل على حسب الستيج اللي انت فيها، الجروث اللي موجوده في الشركه، الترندز اللي انت بتستخدمها، الشركه اصلا قايمه على التكنولوجي ولا لا. فدي كلها فاكتورز نقدر نرجع لها علشان نبقى فاهمين احنا التكنولوجي بادجت هي دي فعلا نكبرها نصغرها، لا ما نقدرش نحطها في ستاندر، لا احنا بنقدر نعملها بناء على الحجم اللي احنا بنشتغل بيه او الحجم اللي احنا عايزين نعمله جوه الشركه. بس انا بعمل تليفوني سايلنت لانه عمال الناس بتبعت لي. طيب وعندنا الحاجه الرابعه وهي ريسيرش اند ديفلوبمنت بادجت، الار ان دي. فكره ان انا ايه الحاجات اللي بعملها علشان ادور على منتجات. لو انا اي كوميرس ستور بدور على منتجات، بشوف الترندز، بشوف البنش مارك، بستخدم تولز في ان انا اجيب الحاجات الترندي، بان انا اشوف المنتجات، اشوف سبلايرز، اشوف الكلام ده. كل دي تعتبر ناحيه الريسيرش اند ديفلوبمنت، فكره ان انا اطور من المنتج، اطور من الستور بتاعي، اطور من اي حاجه. فدي يعتبر التولز المهمه للتطوير في المنتج او تطوير في الشركه نفسها. طبعا بتبقى تقريبا 3 ل 6%، بتبقى مبلغ صغير او برسنتج صغيره. لو بنتكلم عن ستارت اب ممكن توصل ل 10%. الشركات الكبيره برضو نرجع تاني ونقول ان هم من 2 ل 4%. طبعا كل الكلام ده انا جايبه من ستاديز اونلاين، نقدر نحطها بنش مارك انما مش ستاندر، نقدر نرفع عنها، نقدر ننزل عنها، علشان ما حدش ياخد الكلام ده فور جرانتد ويروح يعمل بلان وكده يدعي عليا. لا انا حطيت لك هنا علشان اغلب الناس اللي بتسال طب انا احط ايه لو انا عندي ماركتنج بادجت، عندي تكنولوجي بادجت، عندي ايه ريسيرش اند ديفلوبمنت بادجت، فانا احطها ازاي بناء على ايه. لا هي دي
الارقام اللي احنا بنحطها او بنعملها في البيزنس بتاعنا علشان تبقى ريفرنس نقدر نرجع لها بعد كده. والله تمام مع مع الاونر او مع الهيدز عندك تمام، مش تمام فغير بناء على الطلبات او اللي هم بيطلبوه. كويس. وبعد كده عندنا الاوبريشنال بادجت، ودي البادجت الدحلابه اللي بتاخد تقريبا من 15 ل 25% في الاي كوميرس ستورز، وبتوصل ل 40% في الستارت ابس، وهي الدي تو دي بادجت. اللي هي معنى ايه؟ ان انت والله عندك حد مثلا النور قفل فانت محتاج تشحن النور دلوقتي، عندك بقى رانر راح يجيب حاجه او يودي حاجه، عندك مثلا حاجه باظت في العماره عندك فنزلت تعملها. فدي كلها اوبريشنال بادجت انت بتصرفها على الشركه عندك علشان في الاخر الشركه ما تقفش او ما تعطلش في وقت من الاوقات. طبعا زي ما قلت لكم انا جبت كل انواع البادجتس او الفلوس اللي بتتاخد من الشركه عندك، يعني عشان تبقى متخيل ان الاي كوميرس مش مجرد انت بعت حاجه ورجع ار او اي بتاعها، لا، انت بعت حاجه وبعد كده اتكلفت قد ايه، فكل ده بيتحمل على الثمن بتاع البيعه، ففي الاخر تقدر تحسب انت كسبت ولا خسرت في الاخر. لان ساعات الداشبوردز بتكسب بس لما تيجي تحسب على ارض الواقع تلاقي نفسك خسران. طب خسران من ايه؟ لا تعالى اقول لك بقى ان في كلام كتير بيتصرف، الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده بيأثر فعلا على مكسبك وخسارتك، فعشان كده محتاج وانت شغال تحسب كل حاجه بالملي علشان تبقى فاهم انت بتكسب ولا بتخسر. طيب تعالى بقى نخش على الارقام اللي هتزعل ناس كتير مننا النهارده، بس انا محتاجكم تركزوا معايا. طيب اول مصطلح مهم جدا الا وهو الجي ام في. جي ام في ده مصطلح مشهور جدا، اغلب الناس النهارده بتتكلم بيه، اللي هو فكره اللي هو تعالى نتكلم على جي ام في. احنا عملنا جي ام في قد ايه الشهر ده؟ عملنا جي ام في الشهر اللي فات، عملنا جي ام في السنه اللي فاتت قد ايه؟ الجي ام في ده مصطلح اللي هو الجروس ميرشندايز فاليو، وده التوتال او بيتقال عليه التوتال سيلز فاليو اللي حصلت خلال فتره زمنيه معينه من ماركت بليس معين. طيب معناها ايه؟ ان انت ببساطه شديده حجم المبيعات اللي حصلت خلال فتره زمنيه انت بتحددها. طيب ليه مهم الكلام ده؟ لان الجي ام في هو رقم لما بيزيد مانث اوفر مانث، يعني شهر بيزيد عندك رقم معين في الشهر ده، الشهر الجاي زاد 10%، اللي بعده 10% او 25 وزاد بالمنظر ده، بيحصل ايه؟ بيحصل ان انت لو عايز انفستمنت سهل جدا تجيب انفستمنت. لو انت عايز مثلا اي حاجه، انت اي حاجه انت عايزها او تعملها، انت بقى البيزنس بتاعك بيتقال عليه بوتنشال، يعني المترك بتاعه او شكل التشارت بتاعه بوتنشال جدا. ليه؟ لان جي ام في بتاعك بيزيد مانث اوفر مانث، بغض النظر تكسب ولا بتخسر، بس انا بتكلم عن توتال جي ام في. والجي ام في بالمناسبه ده مصطلح ناس كتير قوي بتبيع بيه شركاتها وبتاخد انفستمنت بسبب كلمه جي ام في ده، ان انا والله بدوس على البنزين علشان اكبر الجي ام في بتاعي بغض النظر انا في انهي ستيج دلوقتي. طيب عشان انا شايف في عندي في رفع ايد كتير قوي، فمعلش انا اسف. هبص مين؟ في احمد مسلماني. معلش يا احمد انت اكيد في كارثه صح؟ يعني لو تكتب في الشات تمام، او هرفعك على تبقى invite to co-host. تمام اتفضل يا احمد. اتفضل يا احمد. انت لو ما قلتش حاجه كويسه يا احمد انا هعمل لك ريموف اصلا من السيشن. اتفضل يا احمد افتح المايك. مساء الفل يا محمود، سامعني؟ اه انا سامعك كده كويس. اوكي. انا كنت بالنسبه للهيومن ريسورسز كنت بسال على حته انا مثلا لو هشتغل مع حد بس انا مش هشتغل عنده از ان انا هاخد سالري هتبقى برسنتج. فمثلا ايه الافريج اللي انا بتكلم فيه كبرسنتج الحاجه انا هشتغل عليها لحد كان انا هبقى ماسك الماركتنج فروم اي تو زي. هو ملوش دعوه غير ان هو هيحط لي البادجت او انا هقول له انا عايز كذا هيحط لي كذا واكوردنج تو ذات المفروض ان انا اخد برسنتج. طيب تبا بس ده لك يا السؤال. احمد، تبا لك. حبيبي شكرا. ليه بس؟ طب انا هنزلك دلوقتي واقول لك ليه. طيب بص يا احمد، انا خلينا الاسئله في اخر السيشن خالص علشان الفلو بتاع الشرح ما يتقطعش مني. فانا اسف طبعا، انا اسف ليك ان انا عملت كده وبعتذر لك طبعا بشكل شخصي، بس معلش خلي كل الاسئله لو حد عنده سؤال يخليها الاخر خالص. فعلا هسيب مساحه كبيره للاسئله، بس خلينا دلوقتي نمشي في الفلو بتاعنا. انا افتكرت ان انا نسيت حاجه مهمه وانت فكرتني بيها، فانا اسف جدا يا احمد، اسف جدا والله بهزر معاك. بس معلش نخلي كل الاسئله، نثبت كل اسئلتنا تكون في الاخر، معلش. طيب طيب بصوا يا جدعان، لما نيجي نتكلم عن التوتال جي ام في. التوتال جي ام في زي ما قلت لكم هو مصطلح مهم جدا علشان يحسب لنا
انا اسف، انا اسف يا احمد، انا رميتك اصلا خالص. بص، هو ده اللي كان في نيتي، بس اللي انا كنت عايز اعمله حاجه تانية، فجت فيك بقى، معلش يعني استحملني، انا اسف، بس معلش هنخلي كل الاسئله في الاخر، وبعد كده ان شاء الله والله هسيب لكم مساحه كبيره جدا للاسئله. بس من اول البارت ده لغايه اخر السيشن انا والله هنتكلم في كلام تقيل، محتاج تركيزكم بالكامل، ومحتاج آلة حاسبه ورقه وقلم، علشان فعلا اللي جاي مهم. طيب. طيب دلوقتي التوتال جي ام في ده ايه؟ ده عدد او نمبر المبيعات او التوتال سيلز اللي حصلت على في الشركه خلال فتره زمنيه معينه. طيب، لو احنا عندنا عايزين نحسب الجي ام في، زي ما قلت لكم الجي ام في مصطلح مهم جدا، شركات بتتباع بسببه، شركات بيجي لها انفستمنت بسببه، فمهم جدا النمبر اوف اوردرز والتوتال سيلز اللي حصل خلال فتره زمنيه. الشركات بتجري ورا المصطلح ده. كويس. طب هو المصطلح ده فيه اي تفاصيل خالص؟ طيب لو احنا بنتكلم عن توتال جي ام في مثلا في نوفمبر اللي حصل، فاحنا عندنا تو برودكتس، عندنا برودكت A وعندنا برودكت B. برودكت A اتباع 100 مره، المره اتباع بيها ب 50 دولار، يعني المنتج ثمنه 50 دولار، بعنا منه 100 مره. وعندنا برودكت بي هو اتباع 200 مره، ثمنه 25 دولار، يبقى التوتال جي ام في في البرودكت الاولاني 5000 دولار، ضربنا ده في ده، والتوتال جي ام في في برودكت بي ضربنا ده في ده، 200 في 25 بقى 5000. يعني التوتال جي ام في عندنا في الشركه خلال شهر نوفمبر 2023 كان كام؟ كان 10000 دولار. الجي ام في مصطلح واضح وصريح وما فيهوش اي مشاكل. اغلب الناس كانت بتتلخبط فيه وبيقول لك طب هو بيتحسب ازاي؟ انا من ضمن الناس، انا كنت بتلخبط، لان دخلت في مره شركات كانوا بيحسبوه بطريقه يعني عقيمه جدا، اللي هو بيلفوا حوالين ودان بعض، ففي الاخر هو توتال سيلز اللي حصلت. بغض النظر عنك عايز تحسب جي ام في بير برودكت او عايز تحسب جي ام في بير كومباني، بس انت في الاخر او ستور، بس انت في الاخر او بير ماركت بليس. ساعات بيقول لك طب انا ببيع مثلا على امازون، ببيع لوحدي وببيع مش عارف ايه، عايز جي ام في هنا وجي ام في هنا، فعاديه يا ابن عمي. يعني انت هتضرب عدد السيلز اللي حصلت في اليونت برايس عشان يطلع لك التوتال جي ام في من الماركت بليس، او يطلع لك من الستور، او يطلع لك من اي حته. بس طبعا مهم جدا الجي ام في تربط بفتره زمنيه. يعني ما ينفعش اقول ان التوتال جي ام في بتاع الشركه عندي 10 مليون جنيه. طب يا ابن عمي، هي ال 10 مليون جنيه ده من انهي جي ام في؟ هيقول لك لازم يربطها بفتره زمنيه، جت في شهر، جت في شهرين، جت في سنه، فلازم تتحسب بفتره زمنيه على ماركت بليس معين. يبقى دي الشرطين بتاع الجي ام في عشان يطلع مظبوط بالشكل ده. طيب، الجي ام في خلاص عرفنا بقى مصطلح سهل وبسيط، وعرفنا ان التوتال جي ام في هو التوتال سيلز اللي حصلت، بغض النظر عايز جي ام في لمنتج، عايز جي ام في لستور، عايز جي ام في لماركت بليس، اقسمها، خدها بفتره زمنيه معينه، واضرب ده في ده، هيطلع لك هيطلع لك التوتال جي ام في. طيب الجروس سيلز، معلش ثواني يعني كنان، انا جاي للجروس والنت، فما تستعجلش، استنى. انا بس بجيب اول مصطلح ومفصصه قدامنا وبيتحسب ازاي. خلي بالك انا جايب اكسرسايز دلوقتي في كل الكلام ده. طيب في تقطيع، انا هبتدي اتكلم بالراحه عشان لو في تقطيع فالناس تبقى ظابطه معايا. طيب، انا لسه يا كنان ما اتكلمتش عن الجروس ولا النت. طيب لسه هنتكلم عنها دلوقتي. انا اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي هو في الجي ام في، فالجي ام في كده تمام زي الفل. طيب آه الاوبريشنال بادجت احنا لسه متكلمين عليها، بس تمام ماشي. تكنولوجي بادجت ايه ده وانا بعيد تاني؟ معلش انا بعمل ده فيها يمين وشمال. العلم نور يا شباب والله. طيب، عندنا حاجتين مهمين جدا ونركز فيهم الاثنين دول، علشان دول هيتسأل فيهم دلوقتي سؤال هيبقى تريكي جدا. طيب، عندنا حاجه اسمها الجروس بروفيت، وعندنا حاجه اسمها النت بروفيت مارجن. ايه الفرق بين الاثنين؟ الجروس بروفيت هو التوتال ريفينيو اللي حصل ناقص منه الكوجز. الكوجز اللي هو ايه؟ كوست اوف جودز. يعني ايه يا شباب؟ يعني انت دلوقتي النهارده لو احنا التوتال ريفينيو بتاعنا اللي جبناه من شويه كان 10000 دولار، فده التوتال جي ام في، التوتال ريفينيو بتاعنا. طيب، الكوست اوف جود يعني ثمن المنتجات من السبلاير او من المورد اللي احنا جايبين منه المنتجات بتاعتنا 4000 دولار. يبقى الجروس بروفيت بتاعنا هو عباره عن ايه؟ هننقص من التوتال ريفينيو بتاعنا او التوتال جي ام في بتاعنا، هننقص منه الكوجز عشان يطلع لنا الجروس بروفيت. يبقى الجروس بروفيت بنقص هو ايه؟ بنجيب التوتال ريفينيو بتاعنا وننقص منه الكوست اوف جودز، ثمن البضاعه، فيطلع لي الجروس بروفيت. فيبقى كده الجروس بروفيت او الجروس بروفيت بتاعنا عامل مختلف عن الجي ام في ايه؟ ان الجي ام في ده التوتال بغض النظر في ثمن بضاعه ما فيش ثمن بضاعه الكلام ده. الجروس بروفيت بنخصم منه ثمن البضاعه بيطلع لنا الجروس بروفيت. مفهومه؟ واضحه وسهله. كويس، ومعادله ما فيهاش اي يعني فزلكه. طيب، عندنا النت بروفيت مارجن. ايه النت بروفيت مارجن ده؟
طيب احنا طلعنا الجروس بروفيت، بس ده جروس بروفيت هو لسه فيه شويه تكاليف ما اتخصمتش من البيعه، اللي هي ايه؟ مش احنا عندنا يا ابن عمي اوبريشن كوست او اوبريشن بادجت صرفناها، اللي هي ممكن تكون ماركتنج، ممكن تكون ايجار، ممكن تكون فواتير، ممكن تكون مرتبات، ما كل ده المفروض يتخصم. طب مش كده بس، انت عندك كمان لو انت واخد قرض مثلا ففي انترست، لو انت عندك ضرائب ففي تاكسز، كل دي حاجات لازم تتخصم. لما نخصمها ساعتها نقول ان ده النت بروفيت مارجن. طيب وعلشان كلمه مارجن فلازم يطلع نسبه مئويه عشان نبقى نطلع النت بروفيت احنا كسبانين بنسبه قد ايه. طيب عشان نحسبها نعمل ايه؟ اول حاجه بنحسبها ان احنا نطلع الجروس بروفيت. طيب اول حاجه هنطلع الجروس بروفيت طلعناها من الخطوه اللي فاتت، ان احنا نقصنا الكوجز من التوتال سيلز او من الجي ام في بتاعنا اللي هي 6000. فاحنا اول حاجه نحسب الجروس بروفيت معانا اهي اللي هي 6000. طيب عشان نطلع النت بروفيت بنعمل ايه؟ بنجيب الجروس بروفيت اللي احنا لسه مطلعينه ونخصم منه الاكسبنسز، نخصم منه الانترست، نخصم منه التاكسز، نخصم منه اي تكاليف او اي اكسبنسز عندنا. فيبقى بيساوي ايه؟ بيساوي احنا حسبناها 2000 رنت وماركتنج واوبريشن، عندنا 500 انترست مثلا وعندنا 800 تاكسز. فاحنا كده النت بروفيت هو عباره عن ال 6000 اللي هم الجروس بروفيت ناقص الايجار ناقص مش عارف ناقص ال 2000 ناقص ال 500 ناقص ال 800، فبقوا 2700. طيب علشان قلنا ان كلمه مارجن فهي نسبه مئويه فهنعمل ايه؟ فهنروح نجيب النت بروفيت بتاعنا بيساوي او المارجن بتاعنا بيساوي النت بروفيت اللي احنا جبناه، وهنقسمه على التوتال ريفينيو التوتال جي ام في اللي احنا اصلا جايبينه من الاول ونضربه في 100 عشان يطلع النسبه مئويه، فبقى 27%. طيب نقول تاني لو حدش فاهم، النت بروفيت ببساطه شديده بنجيب الجروس بروفيت اللي جبناه من شويه، بدل ما نخصم منه، مش احنا خصمنا بس تكلفه البضاعه، لا احنا كمان هنخصم منه كل الاكسبنسز. بعد ما نخصمها هيطلع لي رقم، الرقم ده هنقسمه على التوتال جي ام في اصلا اللي احنا جبناه، التوتال اوردرات اللي حصلت او التوتال سيلز اللي حصلت، ونضربه في 100 فيطلع لنا نسبه مئويه مش شفافيه كده اسمها النت بروفيت مارجن. فاحنا لو طلعت 27% فمعناها ان احنا كسبانين 27%، ده النت بروفيت مارجن بتاعنا. كويس، واضحه وصريحه وما فيهاش اي مشاكل. لو حد عنده مشكله يكتب لي رقم 2 في الشات. لو انت ما عندكش مشكله والتمام لغايه دلوقتي اكتب لي رقم 1. في اكسرسايز دلوقتي وفي حزام هيطلع. تمام، 1 يا ابن عمي، حلو جدا. ماشي، ممتاز ممتاز، ناس صح. 2، ده في حزام هيطلع. تمام، 5. طيب طيب، ده في علامة استفهام أصلا. طيب هنعمل إيه؟ طيب خلاص خلاص، كده نفهم إيه إن في 3 قلة مندسة عندها مشكلة. محمود أنت الكربج يا محمود بكرة. طيب طيب خلاص، زي الفل ماشي. هنقول اخر مره سريعا كده، اخر مره سريعا عشان يبقى فاهمين الجروس بروفيت والنت بروفيت مارجن. عناية يا عمر. تمام والله هقول يا جدعان ببساطه شديده اخر مره السلايد دي عشان فعلا في اكسرسايز انا عايزكم تركزوا فيه. عندنا توتال جي ام في حصل اللي هو ايه؟ كل المبيعات اللي حصلت على الشركه خلال فتره زمنيه معينه، خلال الشهر اللي فات بعنا الشهر اللي فات ب 10000 دولار، يبقى الجي ام في بتاعنا كام؟ 10000 دولار، ما خصمناش منها اي حاجه. اول خطوه بنعملها بنطلع الجروس بروفيت. الجروس بروفيت عباره عن ايه؟ ان انا اطلع الكوجز اللي هي كوست اوف جود، ثمن البضاعه من ثمن الجي ام في بتاعي. فلو مثلا الجي ام في بتاعي 10000 دولار، بخصم منه ثمن البضاعه اللي هم 4000 دولار، فبقى كام؟ 6000 دولار. كده طلعنا الجروس بروفيت. طب انا فازلك سنه كمان نقول له انا عايز اطلع النت بروفيت مارجن. يعني ايه؟ يعني عايز اطلع مش شفيه احنا كسبنا بنسبه قد ايه. طيب فهنعمل ايه؟ هنجيب الجروس بروفيت اللي احنا اللي هو التوتال جي ام في نقصنا منه الكوجز، كمان ننقص منه باقي الاكسبنسز والتكاليف اللي حصلت على خلال الشهر ده، اللي هي ايه؟ الماركتنج، المرتبات، لو واخدين قرض الانترست بتاعته، لو عندنا ضرائب دفعناها فدي التاكسز بتاعته، كل الكلام ده هنخصمه من الجروس بروفيت عشان نشفي كمان. طيب يبقى احنا كده جبنا ال 6000 خصمنا منها كل تكاليفنا بقت كام؟ 2700. طيب عشان نطلع النت بروفيت فلازم يطلع النت بروفيت من التوتال اللي هو من التوتال جي ام في. يعني النت بروفيت هو نسبه البروفيت بتاعنا من توتال مبيعاتنا، فما ينفعش الرقم ده اللي طلع اللي هو النت بروفيت يتقسم على اي رقم تاني غير التوتال، فهيتقسم على كام؟ على 10000.
فمنطقي هنقسم ال 2700 اللي طلعوا نت بروفيت هنقسمهم على 10000 اللي هو توتال جي ام في اللي هو توتال مبيعاتنا عشان نطلع النت بروفيت مارجن ونضربها في 100 هيطلع لنا 27%. بسيطه جدا وواضحه وما فيهاش اي فزلكه، يعني حرفيا يعني ما فيهاش اي فزلكه. يعني لو جبنا بلاش انا اسف. طيب هنا في سؤال مهم جدا. دلوقتي احنا عندنا اي كوميرس ستور، والاي كوميرس ستور ده عمل مبيعات خلال شهر، دي ارقامه. عمل توتال ريفينيو بتاعه كان 50,000 دولار، الكوكس بتاعته كانت 20,000 دولار، اوبريتنج اكسبنسز بتاعته 15,000، التاكسز اللي دفعها 2,000 دولار. عايزين نحسب التوتال جي ام في، عايزين نحسب الجروس بروفيت، عايزين نحسب النت بروفيت مارجن. استاذنكم كل واحد من الناس هيرد عليا في الشات يكتب لي الثلاث ارقام دول في الشات. هيقول لي جي ام في بيساوي جروس بروفيت بيساوي نت بروفيت بيساوي نت بروفيت مارجن بيساوي. اكتب لي ثلاثة مع بعض يا باشا معلش. احنا النت بروفيت مارجن بيطلع نسبة مئوية. انا سايب دقيقتين عشان كل الناس تحسبها. حلو. هو مبسوط والله من الانتراكشنز دي، الناس بتجاوب بغض النظر، بس الناس بتجاوب جامد. دقيقة وهنروح نشوف الحل اصلا. ماشي ماشي ماشي. منور يا كريم. مش اللي كتب 265 ده خد هنا بس، تعالى يا مصعب بتكتب بتقول إيه يا باشا معلش. تمام. اه ماشي. بس كان في رعشة كده في رعشة في عيني، خدت خضيت. تمام. احنا لسه ما دخلناش في التقيل. 47 هتوصل 48. خش اوريكم الحل وخش على اللي بعده. يا عم خلاص ماشي، فهمت لما كتبت في المية بعد كده فهمت. طيب خلينا نشوف الحل. طيب الحل هنا عبارة عن ايه؟ التوتال جي ام في زي ما احنا قلنا ما فيهاش اي معضله، ان احنا التوتال جي ام في هي ال 50,000 زي ما هي. طب الجروس بروفيت، الجروس بروفيت بيساوي ان احنا هنجيب التوتال جي ام في نطرح منها الكوجز فبتساوي 30,000، فهي 30,000 مظبوطه اللي كتبها. مش عارف اللي كتبها 35 و47 جابها ازاي، بس يعني خلونا يعني معانا، فممكن نراجع معادلات سوا. طيب وعشان نطلع النت بروفيت مارجن هنطلعه ازاي؟ فبنقول والله ان احنا هنجيب النت بروفيت، النت بروفيت نطلعه من التوتال ريفينيو، نخصم منه الكوجز، نخصم منه اوبريتنج سيستم والاكسبنسز والاوبريشنال ومش عارف ايه والتاكسز، فبتساوي 13,000. وعشان نسبه مئويه فيها هنضربها في 100 فهتبقى 26%. هنقسم النت بروفيت بنقسم على التوتال 13 على ال 50 ونضربها في 100 فتطلع 26%. فمظبوط كل اللي كتبها. شكرا ليكم. طيب
طبعا اللي كتبها 13 فده صح، بس هو كان المفروض هو كده طلع لي نت بروفيت بس ما طلعليش النت بروفيت مارجن. طب النت بروفيت مارجن اللي ناقصاك تعمل ايه؟ تجيب النت بروفيت ده وتقسمه على التوتال جي ام في اللي انت اللي معاك، وبعد كده تضربه في 100 فيبقى لها 26% اللي المفروض تحصل. فانت صح، بس هي كان المفروض تكمل بس اخر خطوه، فهي فعلا 26% لكل اللي عملها. طيب انا لغايه اللحظه دي انا مبسوط ومتكيف لان احنا وصلنا للحته دي. طيب it's only applicable for C2C marketplaces. طيب بص يا كنان، انت رحت الحته سبقتني فيها. استنى يا كنان عشان انا جايب برضو مثال قدام و... وجايب فيه امتى تحسبه جروس وامتى تحسبه نت، فما ما تستعجلنيش. انا حرفيا انا قريت نفس المقاله اللي انت قريتها بتاع انفستوبيديا فانا عارف. طيب شكرا يا محمد يا حمدي. مصطلح تاني اخو ان في بي، ان ام في. طيب لا انا مش عارف انت بتقول ايه يا مصطفى. طيب طيب ناخد كام مصطلح كمان كده في السخانه عشان ناخد كمان مثال اكبر. طيب المصطلح الثاني اللي هو كاستمر ريتنشن ريت، دي البرسنتج بتاع الناس اللي بتشتري منك اكتر من مره وانت شغال او خلال فتره زمنيه معينه، اللي هي فكره الريتنشن ريت. طيب بس بتتحسب على الكاستمر الواحد. طب بتتحسب ازاي؟ بنجيب يا باشا الناس اللي اشترت منك في اول الفتره الزمنيه، وبنجيب الناس اللي اشترت منك في اخر الفتره الزمنيه، هتقسم ده على ده وتضربها في 100 فيطلع لك نسبه مئويه. طيب علشان تطلع الكاستمر ريتنشن ريت بتاعك على الكاستمر الواحد، فتقول ايه؟ فتقول والله ان انت بتجيب اول فتره زمنيه عندك مثلا خلال الشهر، فبدايه الشهر مثلا دخل لك 500 واحد، ونهايه الشهر كان عدد الناس اللي اشتروا مره تانية او عملوا ريبيت كاستمر يعني كان 450 واحد. فانت بتعمل ايه؟ بتقسم ال 450 على ال 500 وتضربها في 100 يطلع لك النسبه المئويه اللي المفروض الناس اللي اشترت منك اكتر من مره، او نسبه الريتنشن ريت، كاستمر ريتنشن ريت عندك. طيب فهمت قصدك يا مصطفى، بس ما خلناش نتوه الناس يعني صباح الفل، انت عندك دلوقتي نفيسه اول ما شافتها دخلت سالتك هو ده معناه ايه، فما خلناش ندخل في تفاصيل تانية عشان ما حدش يتشتت. خلينا دلوقتي في الجي ام في، هو اللي مهم جدا دلوقتي ان احنا نكون عارفين. طيب يبقى كاستمر ريتنشن ريت اننا بنجيب الناس اللي دخلت في اول الشهر عشان نعرفها عدد منهم قد ايه اللي اشترى تاني خلال الشهر ده في اخر الشهر. هم فمثلا 500 بقى 450 اللي اشتروا مره تانية، فبنعمل ايه؟ بنقسم ال 450 على ال 500 ونضربها في 100 فيطلع لنا برسنتج، هي دي الكاستمر ريتنشن ريت. طيب عندنا مصطلح تاني الا وهو التشيرن ريت. التشيرن ريت ده عباره عن ايه؟ ده الناس اللي وقعت منك خلال فتره زمنيه معينه، بمعنى ان حد كان بيشتري منك او شاري منك وبعد كده بطل يشتري منك مره ثانيه، فده التشيرن ريت. طيب التشيرن ريت بتحسب ازاي؟ برضو بنجيب اول الشهر بنشوف عندنا دخل لنا كام كاستمر، كام واحد منهم اخر الشهر وقع مننا، وبعد كده بنقسم ده على ده ونضربه في 100 فيطلع لنا التشيرن ريت. فعلى سبيل المثال ان احنا عندنا النمبر اوف كاستمر بتاعنا 1000 واحد، ده اللي دخل في اول الشهر، وقع منهم تقريبا 50 واحد، فيبقى ال 1000 على 50 في 100 فيطلع لنا 5%، ودي تعتبر التشيرن ريت، نسبه اللوست او نسبه التشيرن عندنا في واحنا شغالين في الاي كوميرس ستور بتاعنا. ماشي، دول برضو مصطلحين مهمين جدا بنبص عليهم، لان قد يكون بالمناسبه قد يكون ان التشيرن ريت سببه مشكله في تك، ان انت عندك مثلا الويب سايت بتاعك وقع، او مشكله تانية ان انت الحاجات غليت، او ان هو لقى سعر تاني احسن منك، او فكل ده المفروض تحلله within اليوزر جيرني زي ما هنتكلم بعدين ليتر اون يعني ان شاء الله. بس ده مصطلح مهم جدا ان احنا نكون بنجري وراه الا وهو التشيرن ريت. طيب عندنا حاجه تانية لطيفه جدا اسمها كاستمر لايف تايم فاليو، اللي هي ايه؟ سي ال في. ببساطه شديده الريفينيو الاكسبكتد اللي ممكن يجي لك من شخص واحد خلال فتره زمنيه معينه انت تقدرها عدد، او بيطلع لي اللايف سبان بتاع الشخص ده عندك. بمعنى ان انت مثلا لو عندك البيعه الواحده او المنتج اللي انت بتبيعه ب $100، وعندك الشخص الواحد ممكن يشتري منك 3 مرات في السنه، او المنتج بتاعك ممكن الواحد ياخده 3 مرات في السنه، والراجل اللي بيشتري منك 3 مرات في السنه ده ممكن يفضل يشتري منك لمده 5 سنين. فالكاستمر لايف تايم فاليو هي الفاليو اللي بتيجي ده ضرب ال100 في ال3 في ال5، تضرب يا باشا اللي تاخد كده اللي عايز تحسب اللايف تايم فاليو على الشخص الواحد او الاكسبكتد، فتقول له والله انت عايز
بالظبط هي ال LTV. فتقول له عدد سعر البيعه الواحده تضربها في عدد المرات اللي هيشتري بيها، تضربها في عدد السنين المتوقع يفضل شغال ويبقى كاستمر عندك، وتضرب الثلاثه دول في بعض فيطلع لك برقم هو ده اللايف تايم فاليو بتاع العميل او الكاستمر لايف تايم. طيب هي يا حمدي، بس الناس بتلعب في المصطلحات فما عندكش مشكله فيها. طيب عندك مصطلح تاني الا وهو الافريج ريفينيو بير يوزر او الاي ار بي يو، اللي هي ايه؟ يعتبر عايز تقول هو اليوزر الواحد تقريبا بيدخل لي ريفينيو قد ايه. طب دي ببساطه شديده بتتحسب ازاي؟ بتقول والله طب الراجل ده توتال ريفينيو اللي جالي في الشهر، وتقسمه على عدد الناس اللي اشترت منك او عدد الكاستمر، فيطلع لك الافريج اوردر فاليو او افريج ريفينيو بير يوزر على الشهر ده. فانت مثلا لو بيدخل لك 10000 زي ما حسبناها من شويه، بتقسمها على ال 500 كاستمر اللي جولك، ففي الاخر يطلع لك ب $20، يبقى ده الافريج ريفينيو بير يوزر اللي بيجي لك خلال الشهر. حاجات بسيطه جدا وسهله وما فيهاش اي تعقيدات. ده اللايف تايم فاليو، ضربت كل حاجه اللايف سبان في الفريكونسي في الفاليو اللي حصلت، فطلع لك لايف تايم فاليو. والافريج ريفينيو بتعمل ايه؟ بتجيب التوتال ريفينيو تقسمها على عدد اليوزر فيطلع لك الافريج ريفينيو بير يوزر. بسيطه وسهله وما فيهاش اي مشاكل. طيب عندنا كمان ساعات الناس بتعمل اد تو كارت، وبعد كده بتهرب من الكارت بتاعتها او ما بتكملش عمليه الشراء. ده بيطلع عليها ايه؟ الابندنت كارت ريت. دي معناها ايه؟ ان الناس ما بتكملش عمليه الشراء بتاعتها. فندي مثال على كده، او نسبه المئويه للناس ما بتكملش عمليه الشراء بتاعتها. بتتحسب ازاي؟ بنجيب الناس اللي عملت كارت كرييتد او شوبينج كارت كرييتد، وبعد كده بنجيب الناس اللي هي كملت عمليه البيع. فممكن ناس تعمل اد تو كارت وما تكملش، وفي ناس لا بتكمل. فهنجيب الناس اللي عملت اد تو كارت ونجيب الناس اللي عملت بيرشيز، ونعمل ايه؟ اسمه ايه؟ اسف، هنخصم الاثنين من بعضيها الاول، معلش. لا مش بنخصم، احنا بنعمل ايه؟ هو انا توهت ليه؟ طيب الابوندنت كارد بتحسب ازاي؟ بنجيب التوتال الكارت كرييتد وننقص منها الكومبليتد بيرشيزز فيطلع لي رقم. الرقم ده هنعمل بيه ايه؟ هنجيب الابوندنت كارد اللي طلع لنا اللي هو 400 بعد ما خصمنا الناس الكومبليتد من الناس الكرييتد، طلع لنا رقم. الرقم ده هنقسمه على التوتال الكارت كرييتد اللي هم ال1000 الاولانيين، ونضربهم في 100 عشان تطلع لي نسبه مئويه. تاني ماشي، انا اسف جدا اللخبطه اللي انا لخبطتها دي كانش المفروض تحصل، ممكن تكون لخبطتكم، فخلينا نحسبها مره ثانيه. الابندنت كارد بتحسب ازاي؟ انا بجيب دلوقتي عايز اعرف الابندنت كارد ريت بتاعي عامل ازاي، وبما اني ريت فلازم تبقى نسبه مئويه. طيب فهنعمل ايه؟ هنجيب الناس اللي عملت اد تو كارت كلها الكرييتد اد تو كارت، وهنخصم منها الناس البيرشيزد. فدي يعتبر ايه؟ ده الابندنت كارت نمبر اللي هو الكالكوليشن بتاعها كام واحد ما كملش عمليه الشراء. ببساطه شديده جبنا الناس اللي عملت اد تو كارت وخصمنا منها الناس اللي اشترت فعلا. فاحنا عندنا 1000 خصمنا منها 600 بقى عندنا 400. حلو جدا. طيب عايزين نحسبها بالريت، فهنعمل ايه؟ زي لو انتوا فاكرين الحته بتاعت البروفيت، النت بروفيت ريت. فاحنا جبنا الابندنت كارت اللي هم 400، قسمناهم على التوتال كرييتد اللي هم ال 1000 الاولانيين، وبعد كده ضربناها في 100 عشان تطلع نسبه مئويه، عشان نعرف نسبه مئويه قد ايه من الناس اللي وقع. فطلعت مثلا عندنا 40%. كده المثال واضح. طيب الافريج اوردر فاليو بتاعنا بيتحسب ازاي؟ فبنقول الافريج اوردر فاليو يعني قيمه الاكشن او الاوردر الواحد عندنا او الترانزاكشن الواحد عندنا في الستور. يعني انا تقريبا بنبيع بكام في البيعه الواحده لو حد بيشتري مننا يعني. طيب بتحسب ازاي؟ بنجيب التوتال ريفينيو جنريت له 10000، وبعد كده بنجيب النمبر اوردر بليست ونقسم ده على ده عشان يطلع لنا الافريج اوردر فاليو. الافريج اوردر فاليو هو قريب جدا من الحته اللي قبل اللي قلناها قبلها اللي هي بتاعه افريج ريفينيو بير يوزر، اللي هي تقريبا بتحسب نفس الحسبه يعني. بس ده بيبقى ده على بير يوزر وده على بير الافريج الاوردر فاليو نفسه. لو انت عايز تحسب الاوردر فاليو او عايز تحسب الافريج بير يوزر، ده طبعا ده مختلف عن ده، بس هي بتحسب نفس الحسبه. برضو سهله وبسيطه. خلينا ناخد مثال على كده عشان يبقى الدنيا واضحه. بس قبل ما ناخد مثال خلينا ناخد برضو اخر تو ماتريكس. الكاك بتاعنا هو ايه؟ كاستمر اكوزيشن كوست. انت دفعت قد ايه علشان تاكواير عميل واحد او تجيب كاستمر واحد. فبتجيب التوتال اكسبنسز بتاعتك بتاع ماركتنج. فلو مثلا دفعت $10000 اعلانات، بتقسمها على عدد الناس اللي جت خلال الشهر ده. مثلا لو انت دفعت $10000 وجالك 100 بيعه، فبتقسم ال 10000 على 100 يطلع لك $100. ده الكاك بتاعك للبيعه الواحده. يبقى انت جبت البيعه الواحده ب $100، انت كده تقفل الستور احسن. طيب لو عندنا كمان مصطلح تاني اسمه conversion rate، اللي هي فكره البرسنتج من الناس اللي زارت
من الناس اللي شافت، او من الناس اللي داست، من الناس اللي زارت، او من الناس اللي اشترت، من الناس اللي زارت. كل دي السي ار هو مصطلح بيتقال على كل نسبه مئويه او كل نقله ما بين ستيج وستيج. وهجيب لكم مثال ان شاء الله اكسل شيت المره الجايه عشان يبقى فاهمين اكتر كونفرجن ريت. فالكونفرجن ريت هو مفروض بيتحسب ما بين ستيج وستيج، بس في الستيج اللي انا جايبها دي هي ما بين الفيزيتس على الكليكس اللي حصلت او البيرشز اللي حصلت. فعلى سبيل المثال لو احنا عندنا مثلا 1000 واحد زار الستور بتاعنا، منهم 100 واحد بس اللي اشترى، فالكونفرجن ريت بتحسب ازاي؟ بقسم ال 100 على 1000 واضربها في 100 يطلع لي النسبه المئويه بتاعه الكونفرجن ريت او السي ار زي ما بيقولوا. فكل ما الكونفرجن ريت زاد كل ما كان الكواليتي بتاعتك كويسه، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل كمان ونستفيد فكره الكونفرجن ريت امتى يتحسن وامتى مش ما يتحسنش، وهو انديكيتور لايه بالظبط. بس بيتحسب ازاي؟ بجيب التوتال فيزيتس وبجيب التوتال بيرشيز واقسم التوتال بيرشيز على التوتال فيزيت واضربها في 100 فيطلع لي برسنتج نسبه مئويه اللي هي الكونفرجن ريت. فده الحاجه المهمه المفروض تعرفها عن الكونفرجن ريت. والكاستمر اكوزيشن خلاص قلناها، تقسم الاكسبنسز على نمبر اوف اوردرز او نمبر اوف كاستمرز هيطلع لك الكاك بير يوزر او بير كاستمر. كويس. برضه مصطلحات خفيفه كده كلنا عدينا عليها قبل كده. الكليك ثرو ريت او سي تي ار، فكره ان انت دفعت كام على الكليكايه الواحده، او لا الكليك ثرو ريت نسبه الناس اللي داست من الناس اللي شافت غير الكونفرجن. فبنقول والله لو انت دفعت او جاي لك 100 كليكايه من الاعلان بتاعك، والاعلان بتاعك ده شافه 10000 واحد، فالسي تي ار بتاعك عباره عن ايه؟ بتقسم الكليكس على الامبريشنز وتضربها في 100 فيطلع لك السي تي ار بتاعك اللي هو 5%. وبالتبعيه الكوست بير كليك دفعت كام على الكليكايه الواحده. فانت مثلا تجيب التوتال سبنت بتاعك اللي هو لو دافع مثلا في الاعلانات بتاعتك $2000 وجبت كليكس 500، فبتقسم ال 2000 على 500 يطلع لك $4. ده السي بي سي. كويس. عندنا كمان اخر حاجتين ومنها برضو دول هيتوهونا شويه، الا وهو الفرق بين الرو از والار او اي. تعالى ناخدهم كده بالتبعيه. وبرضو معلش الناس تركز لان دول اخر تو ماتريكس وبعد كده ناخد مثال. اه طبعا. طيب الار او اي والرو از ممكن ناخدها بعد ما نعيد اللي فات عشان يبقى داخلين هنا على نظافه. انا اسف يا نفيسه. فتعالي نرجع من اول فين. طيب من اول هنراجع بسيط كده من اول كاستمر ريتنشن ريت. كاستمر ريتنشن ريت هي ببساطه شديده برسنتج الناس اللي اشترت منك تاني خلال فتره زمنيه او خلال الشهر لو احنا بنمشيها بالشهر دلوقتي. طيب فبنعمل ايه؟ بنجيب الناس على في اول الشهر كام واحد اشترى مننا او دخل اشترى من اول الشهر اللي هو 500 واحد، وبعد كده كام منهم واحد كمل واشترى مني مره تانية في اخر الشهر اللي هم 450. فهيحصل ايه؟ فهنجيب الناس اللي في اخر الشهر نقسمها على الناس بتوع اول الشهر ونضربها في 100 فيطلع لي كاستمر ريتنشن ريت اللي هي المصطلح اللي احنا عايزين نوصله دلوقتي اللي هي 450 على 500 في 100. طيب التشيرن ريت نسبه الناس اللي بتلوست او بنفقدها في الجيرني بتاعتنا. فدي بتحسب ازاي؟ برضو بنجيب الناس اللي اشترت او خدت اكشن من اول الشهر اللي هم الكاستمرز اول الشهر، وبعد كده بنشوف كم منهم وقع في لغايه اخر الشهر، مثلا 50 واحد وقع مننا، فبنقسم ال1000 على الخمسه على ال1000 50 على ال1000 وبعد كده نضربها في 100 فيطلع لي نسبه مئويه الا وهي التشيرن ريت. معلش انا كتبتها غلط، هي المفروض 50 على 1000 نسبه الناس اللي وسط على نسبه التوتال كاستمر، وبعد كده نضربها في 100 فيطلع لي نسبه التشيرن ريت. فدي كانت غلطه مني في البرزنتيشن وحاول اعدلها قبل ما ارفعها لكم اللي هي المفروض 50 على 1000 مش 1000 على 50. طيب وبعد كده اتكلمنا عن كاستمر لايف تايم فاليو. عايز اعرف او اكسبكت اليوزر الواحد ممكن يدخل لي فلوس قد ايه خلال فتره زمنيه معينه. تاني الجمله دي عايز احسب اللايف تايم فاليو، العميل الواحد او كاستمر الواحد ممكن يدخل لي فلوس قد ايه خلال فتره زمنيه معينه. طيب فبتحسب ازاي؟ بنجيب 3 انبوتس. بنجيب الاول افريج بيرشيز فاليو، الراجل ده ممكن يدفع لي كام في البيعه الواحده. يعني مثلا لو المنتجات بتاعتي بتتباع ب $50 يبقى هي $50. لو انا الافريج بتاعي 100 يبقى هي 100. طيب تاني انبوت بجيبه الا وهو الفريكونسي، الراجل ده خلال الفتره الزمنيه خلال مثلا السنه الواحده بيشتري مني كم مره، فممكن يشتري مني 3 مرات فاكتب هنا الفريكونسي بتاعتي 3 مرات.
طيب وبعد كده اللايف سبان، الراجل ده هيقعد معايا فتره زمنيه، يفضل عارفني فتره زمنيه قد ايه؟ مثلا 5 سنين. طيب علشان اطلع الكاستمر لايف تايم فاليو بعمل ايه ببساطه شديده؟ بضرب الثلاثه في بعض، بضرب الفاليو بتاع البيعه الواحده في العدد المرات او الفريكونسي اللي هيشتري منها كم مره، وبعد كده بضربها في عدد السنين اللي هيقعدها معايا، فيطلع لي اللايف تايم فاليو. فالراجل ده متوقع ان انا طول ما انا شغال خلال 5 سنين وهيشتري 3 مرات والمره ب $100، يبقى الراجل ده اللايف تايم فاليو بتاعتي $1500. ده ببساطه شديده. طيب الخطوه اللي بعد كده عايزين نتعرف على الافريج ريفينيو بير يوزر. يعني انا اليوزر الواحد بيجيب لي كام في الريفينيو، او بيأثر في الريفينيو بتاعتي بنسبه قد ايه، او برقم قد ايه مش بنسبه. فنقول والله بطلع التوتال جنريتد ريفينيو بتاعي توتال على الشهر مثلا او على السنه على حسب ما انا عايز احسبها، او البيريد اللي انا عايز احسبها عليها، في مثلا $10,000. طيب واطلع النمبر اوف اكتيف يوزر في خلال الشهر ده، واقسم ال 10000 على ال 500 فيطلع لي ال $20. يبقى ال $20 دي ده الافريج ريفينيو بير يوزر، ده الرقم او ده الفلوس اللي بيدخل لي اليوزر، اللي بيدخلها لي الكاستمر الواحد من عمليه الشراء بتاعته. ده لو احنا بنحسب افريج ريفينيو بير يوزر. طيب abundant cart rate دي معناها نسبة الناس اللي ما بتكملش عملية الشراء، يعني نسبة قد ايه من الناس اللي بيخش عندي على الستور وبيعمل اد تو كارت وما بيكملش عملية الشراء. دي مهمة جدا. طيب نحسبها ازاي؟ بتجيب التوتال نمبر اوف كارت كرييتد، كام واحد عمل اد تو كارت توتال، كم منهم واحد كمل عملية الشراء. طيب عشان نطلع الناس اللي ما كملتش ببساطة شديدة هنجيب ال1000 اللي هم كرييتد، نخصم منهم ال600 اللي هم اشتروا خلاص، هيطلع لي رقم اللي هم ال400. طيب ال400 دي نعمل فيها ايه؟ ال400 دي هنقسمها على التوتال بتاع الكرييتد علشان نطلع النسبة المئوية في التوتال. هنجيب ال400 اللي هم الناس اللي لوست عندي او الناس اللي ما كملتش، اقسمها على ال1000 اللي هم الناس اللي عملت اصلا توتال اد تو كارت، واضربها في 100 عشان يطلع لي نسبه مئويه. فبالنسبه لنا في الكيس بتاعتنا هتبقى 40%. واضحه وصريحه، وكمان انا قلتها اوضح من المره اللي فاتت. انا اسف بعتذر، بس انا تهت كده، جه في بالي حاجه كده ففكرت فيها ونسيت ان انا بشرح. عفوا، شاشه ميه. اسف جدا. يا احمد بقى حرام عليك بقى، حرام عليك والله العظيم. تصدق مش هجاوب على سؤالك اصلا. طيب الافريج اوردر فاليو ده تاني ماتريك او رابع ماتريك، بيتكلم عن ايه؟ الافريج اوردر او الفاليو بتاع كل اوردر عندي بيحصل في الشركه. طيب عشان اجيبه لازم يكون عندي 2 انبوتس، لازم يكون عندي التوتال ريفينيو جنريتد او الجي ام في بتاعي، لازم اكون جايبه، واطلع نمبر اوف اوردر بليست، فبقسم ال 10000 على ال 200 او الجي ام في على نمبر اوف اوردرز، فيطلع لي في الاخر افريج اوردر فاليو. تقريبا الاوردر الواحد عندي بيدخل لي كام في الشركه، ده الافريج اوردر فاليو. طيب كويس جدا، بسيط جدا وسهل وزي الفل. عندنا الكاك، كاستمر اكوزيشن كوست، انا بدفع كام علشان اكواير يوزر واحد. طيب فهنا مثلا بتتحسب ازاي؟ لازم يكون عندي 2 انبوت، عندي الاكسبنسز اللي انا دفعتها، انا عايز احسب انا دفعت كام على الواحد، يبقى لازم اعرف انا دفعت كام توتال، واقسمهم على عدد الكاستمر اللي انا جبته، اللي هو مثلا لو انا جبت 100 وانا صرفت 10000، يبقى اقسم ال 10000 على 100 ببساطه شديده بيطلع لي $100. ده الكاك بتاعي، كاستمر اكوزيشن كوست. طيب انا لقطت كده في الشات حد سالني طب ايه الفرق بينه وبين السي بي اي او الكوست بير اكشن، او حد تاني ممكن يتقال عليها كوست بير اكوزيشن. طيب السي بي اي هنا عشان برضو دي عمليه، هي موضوع تريكي جدا. السي بي اي بيتقال مينلي لحاجات البيزنس، الحاجات اللي هي الساس، او حاجات اللي هي فيها سيرفيس اكتر مش برودكت. ليه؟ لان انا في السي بي اي الاكشن ده ممكن احسبه داونلودز، ممكن احسبه انستول، ممكن احسبه شراء، ممكن احسبه تجديد، ممكن احسبه حاجات كتير. فالسي بي اي كوست بير اكشن ممكن يتحسب مثلا في الدروب شيبنج، متعرف عليه ان هو كوست بير اكشن، حد اشترى مثلا. انما هو السي بي اي هو مطاط جدا، عشان كده الاوضح والاوقع منه هو الكاك. ليه؟ لان السي بي اي ممكن حد يقول لك السي بي اي بتاعنا طب السي بي اي ده ان هو كرييتد اكونت، ولا ان هو عمل داونلود، ولا هو عمل انستول، ولا هو اللي اشترى، ولا هو دفع، ولا هو جدد، ولا هو ايه بالظبط؟ فالسي بي اي بتبقى مطاطه. وبالمناسبه في خناقات كتير قوي في بعض الشركات بتحصل بسبب ان السي بي اي مش ويل ديفايند، انه اغلب الناس، انا جاي من باك جراوند افيليت او دروب شيبنج، حد تاني من باك جراوند بتاع، فممكن نختلف مع بعض. انما
انما الكاك هو عمر ما حد يختلف عليه. انا جبت العميل بكام، جبت الكاستمر بكام، فهي انا دفعت كام عشان الكاستمر يدفع، فاهم قصدي؟ فهي ده الفرق ما بين الكاك وما بين السي بي اي. زي ما قال دلوقتي يعقوب، هي سي بي اي جنرال، فهي فعلا جنرال. طيب الكاك، بس انا عشان بحسب مش لازم احط في الحسبان نسبه المرتجع قد ايه. لا انت كده هتتوهنا هادي، فمعلش ممكن ناخد دي ديسكشن دي على جنب. بس معلش خلينا دلوقتي فرق بين الكاك والسي بي اي. زي ما قلت دلوقتي ان السي بي اي ممكن يكون جنرال شويه مطاط ويحصل فيه خناقات، انما الكاك هو فيري فيري يعني سبيسيفيك. انا عايز حد معين، انا دفعت كام على الكاستمر. تمام تمام. طيب عندنا كونفرجن ريت، نسبه الناس اللي اتحولت من الناس اللي دخلت. فمثلا بتجيب الناس اللي دخلت هم الفيزيت، وبتجيب الناس اللي اشترت اللي هم البيرشز. فبتجيب والله عندي 1000 وعندي 100، فبقسم ال 100 على 1000 واضربها في 100. كونفرجن ريت نسبه الناس اللي اتحولت من زوار لناس دفعت اوريدي، فدي اسمها الكونفرجن ريت. فده برضو بسيط وسهل. طيب عندنا السي تي ار، الكليك ثرو ريت، نسبه الناس اللي داست على الاعلان بتاعي من اللي شافت الاعلان. فهنلاقي مثلا ان النمبر، بنجيب النمبر اوف كليكس، نسبه الكليكات اللي حصلت، وبنجيب التوتال نمبر اوف امبريشنز، نسبه الناس اللي شافت. وبعد كده بنعمل ايه؟ نقسم الكليكس على الامبريشن، نضربها في 100 عشان تطلع لي نسبه مئويه، فيبقى 500 على 10000 في 100، فيطلع لي 5% اللي احنا بنجري وراها. طيب عندنا كوست بير كليك، سي بي سي. فهنا ببساطه شديده انا دفعت كام على الكليكايه الواحده. فبنجيب التوتال سبنت على الاعلانات بتاعتي، او التوتال كامبين بي بي سي بتاعتي، بجيب الكوست بتاعتها، وبجيب نمبر اوف كليكس اللي جت على الكامبين بتاعتي، وبعد كده بقسم التوتال بادجت وبقسمها على التوتال كليكس بتاعتي اللي حصلت، فيطلع لي الكوست بير كليك اللي هي $4 زي ما انتم شايفين. بالظبط يا كنان، انت يعني حرفيا عشان كده قلتها. هي بيبقى حد بيزنس تاني، او بيبقى ممكن يبقى ليد، ممكن يبقى داونلود، ممكن يبقى انستول. عشان كده هي مطاطه جنرال، فمش ممكن تبقى ليد بس، هي ممكن تبقى ليد او حد دفع او ما دفعش. فعندك حق يا كنان، شكرا للتوضيح. طيب نخش بقى في الحته اللي فيها عصر شويه، فمعلش نركز سوا. انا عدت على اللي فات، فعلشان هنا لازم نيجي واحنا فايقين ورايقين وزي الفل. طيب عندنا حاجتين مهمين جدا. عندنا متريك استراتيجيك اللي هو الرؤاز، اللي هو الار او اي اللي هو استراتيجيك فوق خالص، وعندنا الرؤاز استراتيجيك على مستوى بيرفورمانس، فهو تحت الار او اي على طول. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الرؤاز انا دفعت كام النهارده في الاعلانات، جالي كام مبيعات، ببساطه فرانكلي من غير اي عصر، من غير اي تفاصيل من جوه. طيب لما نيجي نتكلم عن الار او اي، الار او اي ممكن يبقى استراتيجيك على مستوى البيزنس، وهوريكم دلوقتي ليه على مستوى البيزنس، لان هو ممكن يخش فيها جروس، ممكن يخش فيها نت، ممكن يخش فيها حاجات كتير قوي. فخلينا هنتكلم عن ار او اي بس، خلينا نحسب الار او اس علشان نوصل ار او اي ونعرف بيشتغل ازاي. طيب الار او اس او الرو اس بتاعنا بيتحسب ازاي؟ والله انا بروح اجيب الانفستمنت اللي انا دفعته على مستوى الكامبينز بتاعتي. فمثلا انا دفعت $5000، جالي من $5000 مبيعات ب$20000. فالرو اس بتاعي ببساطه شديده من غير فزلكه بعمل ايه؟ بقسم التوتال ريفينيو اللي جالي على التوتال كوست اللي انا دفعتها، او الكامبينز اللي انا دفعتها، او الانفستمنت بتاعي، فيطلع لي رقم. هو ده الرو اس بتاعي. فمثلا هتلاقي ناس بتقول لك ايه، والله الرو اس بتاعي 5، الرو اس بتاعي 10، الرو اس بتاعي 15، الرو اس بتاعي 1. فده معناها انه دفع دولار رجع له دولار، دفع دولار رجع له 4، دفع دولار رجع له 10، دفع دولار رجع له $10 او $15 او $100. فدي اسمها الرو اس، ريتيرن اون اد سبند، من غير اي حاجه ما تتشفى، من غير اي حاجه. انا دفعت كام دولار النهارده، عملت مبيعات بكام توتال، فكانك بتحسبها على التوتال جي ام في ببساطه شديده من غير اي فزلكه. بس عندي حاجه مش هتضايقني، ان في عريس جنبنا، فالناس عماله تزغرط في الشارع، فانا يعني مش عارف هو الصوت وصل لكم ولا لا، بس ده مزاولني جدا. فخليني كده، كده انا عملت نويز كانسليشن، بس انا سامع صوتي، فتمام بقى نستحمل بعض. طيب الحمد لله. طيب يبقى مزاولين، انا مش مزاولكم انتوا. تمام. طيب خلينا نحسب بقى الار او اي. الار او اي هنا عباره عن ايه؟ انا عايز احسب الريتيرن اون انفستمنت اللي حصل عندي على كل تشانل. يعني انا دلوقتي انا دفعت كام على
انا دفعت كام على الجوجل فرجع لي كام، دفعت كام على الميل ماركتنج رجع لي كام منها، فانا عايز احسب الار او اي على كل تشانل من التشانلز. طيب لا يا عم يعني طيب خلينا كده ناخد المثال ونمشي فيه سوا علشان الناس ما تقعش مني. الار او اي هيوقعنا دلوقتي كلنا. طيب لو احنا بنقول مثلا ده المثال بتاعنا، لسه ما اتكلمتش عن الايكويشن. المثال بتاعنا بيقول ايه؟ ان انت عندك توتال ريفينيو جنريتد فروم جوجل ادز 10000، بس انت دفعت اعلانات في جوجل 2000. طيب لو احنا بنحسب رؤاز فالمفروض بنعمل ايه؟ فنروح نقسم يا باشا ال 10000 على ال 2000، يبقى ده بالنسبه لنا الرؤاز بتاعنا 5 ببساطه شديده من غير اي فزلكه. طيب خلينا نكمل. طيب انا دفعت، انا دلوقتي بحسب الرؤاز على المثال اللي قدامنا، هنحسب الار او اي ازاي؟ ده اللي لكم دلوقتي. طيب رحنا صرفنا على الفيسبوك 8 جبنا ريفينيو من الفيسبوك $8000، بس احنا دفعنا اعلانات على الفيسبوك $1500. طيب في مثال ثالث اللي هو رحنا عمال ماركتنج دفعنا $500 جالنا ريفينيو منه حوالي $5000. طيب لو احنا بنحسب الار او اي ممكن نحسبه بطريقتين علشان دي هتتوهنا دلوقتي، هي دي اللي انا قصدي عليها. طيب لو احنا بنحسبه بفكره ان انا ممكن نحسبه بطريقه ان انا جبت اللي انا صرفته كله ونقصت منه قصدي الريفينيو اللي جالي ونقصت منه اللي انا صرفته وقسمته على اللي انا صرفته تاني، وبعد كده بضربه في 100 يطلع لي برسنتج. طيب وبعد كده ممكن احسبه تاني ان انا اجيب اللي انا انفست اللي انا التوتال ريفينيو اللي جالي واقسمه على اللي انا صرفته واضربه في 100 فيطلع لي برسنتج تاني خالص. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ يعني هتلاقوا في المثالين حاجتين. هتلاقي ان انت عندك توتال ريفينيو جنريتد ونقصنا منه الكوست وقسمناه على الكوست وضربناه في 100، فده طلع لي مثلا ب 100 على جوجل ادز مثلا 400%، في حين ان انا طلعته بمره ثانيه لما قسمته على الكوست على طول طلع لي ب 500%. ايه الفرق بين الاثنين؟ هسالها سؤال وبعد كده هجاوب انا، بس ممكن حد يقول لي ايه الفرق بين الاثنين؟ ليه مره خصمت وقسمت ومره قسمت بس، وليه طلع لي منفصله او مختلفه بين الاثنين؟ حد يفتكر؟ احنا قلناها النهارده بالمناسبه. ليه طلعت مختلفه بين الاثنين؟ ليه مره خصمت وقسمت ومره قسمت بس؟ خلوا بالكم التركايه اللي هنا لو فهمناها عمركم ما تنسوها تاني. بس فكروا كده معايا، ليه الار او اي لما خصمت وقسمت غير لما قسمت بس؟ بالظبط بالظبط، واحده نت واحده جروس. لو انا بحسب الار او اي على الجروس فمعناها ان انا هحتاج اخصم واقسم، فهي الاولانيه. انما لو انا عايزها العكس انا انا اسف. لو انا عايزها نت فبعمل ايه؟ بخصم واقسم. لو انا عايزها جروس بقسم بس. فاهمين قصدي؟ خلاص يا امل، والله خلاص يا امل خلاص طيب تمام، يبقى انا كده عشان برضو يبقى الموضوع مفهوم. انا لو عايز، لو انا معايا التوتال جنريتد ريفينيو بتاعي عايز اطلعه. تمام. لو انا عايز اطلع الجروس فبعمل ايه؟ بخصم واقسم. لو انا عايز اطلعه نت بقسم بس. بالظبط. طيب خلينا ناخد مثال. ده لسه في تو ماتريكس وبعد كده في مثال، في مثال على فكره على الار او اي والرو از، فنتقل كده علشان هنتلخبط يعني هنتخانق تاني عشان مش عايز حد يتلخبط مني. طيب عندنا حاجه مصطلح تاني اسمه كاستمر سيجمنتيشن متريك، ودي الحاجات اللي بنفضل نحللها علشان نطلع بيها نشوف الريفينيو اللي جالنا على والانجيجمنت اللي حصلت على سيجمنت معينه. ممكن يكون حد جديد اول مره يشتري مننا فعايزين نشوف البيهيفير بتاعه، عايزين نشوف حد قديم اشترى مننا قبل كده البيهيفير بتاعه عامل ازاي، فدي اسمها كاستمر سيجمنتيشن ماتريكس. وده هنتكلم عن ريبورت كده اسمه ار اف ام، وده ليتر اون ان شاء الله، بس انا برضو قلت اجيبها النهارده.
وعندنا حاجه تانية مصطلح اخير اسمه الريفيرال وافيليت ماتريكس، اللي هو انا دفعت كام، او الترافيك سورس اللي جالي. مثلا لو انا اشتغلت على الفيسبوك واشتغلت على حاجات تانية، او عملت مثلا كروس بوست بيني وبين حد تاني، نسبه الناس اللي اشترت من الكروس بوست ده او من الريفيرال او من الافيليت ماتريكس، اللي هو دي مش حاجات دايركت اكتيفيتي انا عاملها، لا دي حاجات زي انفلونسر عاملها لي، او حد تاني بارتنرشيبس او حاجه من الحاجات دي. طيب فده اخر مصطلح. خلونا ناخد الاكسرسايز ده اللي هنقطع فيه بعض، وخلونا نسال سؤال. دلوقتي افترض ان انت عندك اي كوميرس ستور وعايزين نحلله في شهر معين. طيب حصل ايه؟ حصل ان احنا توتال ماركتنج وسيلز اكسبنسز، صرفنا مبيعات، صرفنا اعلانات 10000 دولار، وجبنا في اول الشهر ده 200 كاستمر، وفي اخر الشهر ده acquired during المانث 200 نيو كاستمر، وفي نمبر اوف كاستمر ات ذا بيجيننج اوف شهر في عندنا 1000، وعندنا شهر في اخر الشهر جه 1200، وعندنا توتال ريفينيو 25000، وعندنا نمبر اوف اوردرز 500. اقروها براحتكم. انا عايز احسب الكاك، السي ار ار، الاي يو في، الار او اي، والرؤاز. لا 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 معلش، ممكن نحاول حتى لو هنطلع حاجه واحده، يعني الناس تحاول حتى لو مترك تو مترك، لو طلعت الخمسه يبقى زي الفل، بس يعني معلش حاولوا. دلوقتي الساعه 8 و19 بالظبط 25، وهبتدي ناخد اراء الناس. معلش ممكن الناس تجرب وتحسب الحسبه دي، حتى لو هتطلع مترك او تو متركس بس ما تطلعهمش كلهم، بس على الاقل خد شرف المحاوله يعني. جامد يا كريم. انا مش متخيل ان في حد بالسرعه دي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك والله. جامد والله، ما شاء الله عليك. يعني دلوقتي انت بدأتش، في ناس جت في اول الشهر كعملاء، اللي هم الناس اللي جت في اول الشهر، اللي هم معاك 1000 عميل في اول الشهر، وجيت في اخر الشهر بقى في 1200 عميل. يعني انت داخل الشهر ب 1000، قفلت الشهر ب 1200، فانت عندك نيو كاستمرز اكوايرد 200. والله ابدا يا محمد يا حمدي، هو الراجل ده شاطر ما شاء الله عليه. يا عم الله اكبر، يا عم الله اكبر، ما شاء الله عليك كريم. ما تجاوبش تاني يا كريم.
ايه ده؟ هو مفيش صوت من امتى؟ مم. مم. اه ثانية، هو في حد اتصل بيا وهو معانا في الكورس؟ معلش ثواني. هو انت رزق بتكلمني وانت معانا ولا انت طلعت ولا انت ايه؟ فين رزق؟ ما انت رزق موجود اهو، ايه المشكلة؟ انا خدت بالي ان انا اتكلمت ومحدش سمعني. يلا الحمد لله. مش مكتوب لكم والله، مش مكتوب لكم الكلام اللي قوله، انا نسيت اصلا قلت ايه، بس كنت بقلش يعني عليكم. طيب فاضل دقيقة هنخش على اللي تاني. والله العظيم، والله محظوظين والله، انا اصلا كنت وانا ميوتد كنت عمال اقلش عليكم، فالحمد لله. تمام يا رزق، صاحب واجب. طيب 24 25، يلا بينا. ما شاء الله عليكم والله، شكرا ان انتوا بتحاولوا تحلوا، فده حاجة بسطاني جدا. حلو، كاك 50 120 سي ار ار اي يو في رواز. كاك متفاوت جدا، ما اعرفش الناس دي يعني انتوا ازاي بتعملوا كده. تمام. طيب اهي 25، يلا بينا نخش على حل الاساينمنت. طيب لو احنا بنتكلم عن الكاك، فالكاك ببساطه بعمل ايه؟ بجيب التوتال اكسبنسز وبقسمها على النيو كاستمر اكوايرد اللي هم ال 200، فبقى ال 10000 على ال 200. انا حطيت لكم شويه ماتريكس عشان تتوهكم. ف... فتمام. فدي ال $50 ده الكاك بتاعنا. الكاستمر ريتنشن ريتس بعمل ايه؟ بجيب اللي في اول الشهر واخر الشهر، بقسم ده على ده واضربه في 100 يطلع لي 120 في 100. عندي افريج اوردر فاليو، الا وهو بعمل ايه؟ بجيب التوتال ريفينيو جنريتد بقسمه على توتال نمبر اوف اوردرز، 25000 على 500 بقى فيها ال 50. الريتيرن اون اد سبند، الريتيرن اون انفستمنت الاول، فبعمل ايه؟ بجيب التوتال ريفينيو جنريتد بقسمه بنقص منه الاول توتال ماركتنج اكسبنسز، وبعد كده بقسمه على الماركتنج اند سيلز اكسبنسز واضربه في 100 عشان يطلع لي ار او اي برسنتج، ف 150%. الريتيرن اون اد سبند ببساطه شديده بجيب التوتال ريفينيو جنريتد بقسمه على الكوست اوف ادفرتايزنج 25 على ال 10 فيها ال 2.5. طبعا شكرا لكل واحد جاوب صح. فده كانت النتيجه او ده كانت الاجابه على الاستفسار. طبعا انا سايب لكم البرزنتيشن، خدت بالي يا كريم بس ما رضيتش اتكلم، يعني لقيتك دحيح الدفعه فما رضيتش اتكلم. طيب مش لازم نحفظ القوانين طبعا، بس هي مهم جدا ان انت بص، عشان في نقطه مهمه جدا الناس مش واخده بالها منها. انا ساعات ببقى في ميتنجز، بورد ميتنج، ببقى في ميتنج مع التيم بتاعي، ما ينفعش وانا قاعد في الميتنج ده حد رزع مثلا مترك انا مش فاهم المترك ده جاي منين، ما ينفعش، ما ببقاش فاهم. حتى لو كانت المترك ده بيتجنريت اونلاين، بس قصدي اوتوماتيك يعني اونلاين وبتاع، بس انا ساعات ان انت محتاج ان انت ما فيش حاجه تعدي عليك كده. انا من الناس اللي ما بتعديش اي مترك قدامي غير لما بفهم هو المترك ده جاي منين وجي ازاي، علشان انا ما في الاخر انا اتحاسب على الارقام. يعني انا النهارده لو حصل اي قلش في الارقام او اي مشاكل في الارقام انا اللي بتحاسب عليها قبل اي حد، فلازم اكون مركز جدا مع الارقام. وغير الارقام انا اكون مركز جدا مع الماتريكس بتيجي ازاي وبتتحسب ازاي واللي قدامي ده فاهمها ولا مش فاهمها، علشان احنا هنتحاسب على كل الكلام. وانا فاهمكم قدام واحنا بنتكلم على الفانل، احنا لازم ليه نتخانق في خناقه ان احنا نديفاين الماتريكس ونجري وراها. طيب لغايه كده تمام، مفيش اي مشاكل، احنا كلنا اون ذا تراك. وبعد كده في حاجه كمان، انا هسيب لكم برزنتيشن فيها كل القوانين، فيها المسائل، فيها الحلول بتاعتها، فمحدش يقلق. وطبعا معاكم التسجيل، فالدنيا تبقى ستيبل ومحدش بس يعني اتمنى ان انتوا تراجعوا وتذاكروا الحاجات دي كويس. طيب خلينا نسال سؤال مهم جدا، ايه اللي هيحصل للكونفرجن ريت لو عندنا عدد كبير جدا من الناس زارت الويب سايت بس عدد قليل اللي اشترى؟ الكونفرجن ريت هيحصل له ايه؟ هيزيد، هيقل، هيفضل زي ما هو؟ اي بي سي ممكن تكتبوا لي في الشات. الكونفرجن ريت هيحصل له ايه لو احنا عدد الزوار زاد مره واحده، زاد مره واحده من الاعلانات،
بس الناس دي ما عملتش بيرشيز. اكتبوا لي اي بي سي. سي، تمام مظبوط. فهي سي فعلا. it decreases، فهي فعلا ان هي الكونفرجن ريت بيقل. طيب ناخد السؤال اللي بعده. نوقف هنوقف خلاص يا جدعان، خلاص. طيب السؤال اللي بعده ما فيهوش سي الحمد لله، عشان عارف انه الناس هتفضل تكتب سي وانا دخلت في اللي بعده. لو احنا عندنا كاستمر اشترى منتج ورجعه، ايه المترك اللي هيتأثر عندنا؟ لو الراجل ده اشترى حاجة بعد ما اشتراها ودفع ثمنها، لا رجعها وطلب انه ترجع له فلوس، اللي هيتأثر عندنا ار او اي ولا جي ام في؟ ايه ولا بي؟ فكروا كده. تريكي السؤال ده. اللي قال بي لغاية دلوقتي واحد بس، اتنين تلاتة اهم بيزيدوا. واللي قال ايه ما شاء الله كتير جدا، بوث جي ام في، اللي هو بي يعني يا عصام. تمام. ايه طيب نفكر تاني. عندنا كاستمر اشترى حاجه من عندنا ورجعها بعد ما دفع فلوسها، عمل ريفاند الفلوس وعمل ريتيرن. فاللي كده اللي اتاثر عندنا الار او اي بتاع البيزنس ولا الجي ام في؟ طيب هو سؤال تريكي فعلا، عشان كده انا كنت متاكد ان انتوا تقعوا فيه. طيب هي جي ام في ليه جي ام في؟ لان الاثنين هم فعلا مهمين، واللي فعلا الاثنين هيتاثروا، بس اللي هيتاثر بشكل دايركت هو الجي ام في. لان انت الجي ام في هو التوتال سيلز اللي حصلت، فلما تشال منها الفلوس اللي هي بتاعت البيعه دي، فهو اول حاجه اتاثرت. فاهمين قصدي؟ انما الار او اي ممكن ما يتاثرش. ليه؟ لان انت ممكن يجي اوردر تانية الفاليو بتاعته اعلى ممكن تعوض، انما جي ام في لا. الجي ام في هيتاثر بشكل دايركت بالاوردر ده، بنمبر اوف اوردر زائد الريتيرن بتاعه، فالجي ام في هيتاثر. طيب عندنا سؤال تاني. لو احنا عندنا ويب سايت بدأ يرانك كويس على بالسيرش انجن بالاس اي او، يعني ايه اكتر حاجه هتتاثر، او اكتر مصطلح هيتاثر عندنا؟ الريتيرن اون انفستمنت ولا كارت ابندنت ريت ولا الترافيك سورس؟ ايه ولا بي ولا سي؟ ايه اللي هيتاثر لو مره واحده كده الزيارات زادت على الويب سايت؟ ايه اللي هيتاثر بشكل كويس؟ ماشي صح. ليه يا كريم؟ ليه يا كريم؟ ليه يا كريم بيه يا كريم؟ حرام عليك يا جدعان. ليه يا عصام؟ ليه يا عصام رحت لايه؟ هي فعلا ترافيك سورسز. لان الترافيك سورسز هي اكتر حاجه ريليفنت للترافيك. احنا دلوقتي بقول لك انا عندي ترافيك جالي او فيزيتس جت كتيره قوي من الاي سي او، فالحاجه اللي هتتاثر هي الترافيك سورس. ترافيك سورسز هتزيد لان هو اي سي او، بنتكلم عن اي سي او. بالظبط. تمام. طيب احنا كده خلصنا النهارده.